الله مشاهدي ومتتبعي بودكاست تعادل على منصة صدى في هذه الحلقات الخاصة سبيسيال كوب دي موند 2026 بشراكة مع سكودا. تندير واحد المتابعة خاصة وخصوصا مباراة المنتخب الوطني. اليوم أنا فرحان بزاف وليا كامل الشرف أنه يكون ضيوف ديالي واحد من رجال الإعلام، واحد لاعب دولي سابق معايا سي فؤاد شفيق، لاعب المنتخب الوطني سابقا، مدرب فئة أقل من 15 سنة بأكاديمية محمد السادس. سي فؤاد مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الانفيتاسيون ديالكم. مرحبا بك السي فؤاد. في نفس الوقت معنا السي أيوب رفيق، صحفي رياضي، صحفي بجريدة العمق. مرحبا بك السي أيوب. شكرا سي عبد الرحمن، مرحبا بالسي فؤاد، وتحيه للصايرين على هذا البرنامج وهذا المشروع الطموح، وان شاء الله نتمنى ان تكون حلقه شيقه وكذلك مفيده للمتابعين. ما فيهاش شك أيوب، عندي كامل الثقة فيكم. قبل ما نتحدثوا على المنتخب الوطني بغيت فؤاد نعرف ليفالياسيون ديالكم، كيفاش تيبان لك الأداء في هذا كأس العالم تقنيا، كيفاش تيبان لك المباريات؟ لا تبارك الله، عندهم فرقه مزيانه. المدرب وهبي ويوسف حاجي تا هو كنعرفو مزيان. تبارك الله بداو مزيان، عندهم فرقه مزيانه اي اسبي ديال التقنيه. تبارك الله غادي مزيان ونتمناو يمشيو بعيد في هذا الكوب دي موند ان شاء الله. انت بديتي بالمنتخب، انا بغيت نهضر على المباريات ديال كأس العالم كاملين، كيفاش جاك الأداء ديال المنتخبات كاملين في هاد الماتشات الأولين؟ هاد الماتشات الاولين شفنا شي ماتشات مزيانين تبارك الله، عندهم بزاف ديال الاهداف لي بوت عاوتاني. كوب دي موند بدات مزيان ونتمناو تسالي بحال هكا ان شاء الله. ايوب نفس السؤال تقريبا. كيفاش انا في كان الواقع تخوف ايوب؟ سمح لي، كان تمام. تخوف في الاول، كانوا الناس يتخوفوا على ظروف الطقس، التنقل، غلاء التذاكر، شويه توقيت المباريات. بان لك واش الحمد لله يعني لي ماتش كذبوا داك الشيء؟ شفنا يعني على غير التوقعات تنظن بان كاس العالم لحد الان فهي ناجحه. انا التخوف الاكبر عبد الرحمن كان عندي من كيفاش اننا طلعنا العدد ديال المنتخبات اللي غادي يشاركوا من 32 48. يعني اوتوماتيكمون فاش كتطلع من 32 48 كتقول ان المستويات او النيفو ما يكونوش متقاربين بزاف. يعني حيت فاش كتشوف ان 32 كان واحد ليليت ديال المنتخبات، فاش كتزيد 16 يعني كاين منتخبات بزاف ما كانش عندهم فرصه انهم يتاهلوا كاس العالم في ذاك النظام القديم. دابا كنشوفوا منتخب كراسا وهايتي، كنا كنقولوا ان الفروقات تكون كبيره، لا ديفيرونس بين المنتخبات تكون كبيره. ولكن في الواقع فاش تفرج في هاد الماتشات الاولين، خاصه في الجوله الاولى، كنا شفنا واحد النديه، شفنا واحد ان التقارب ديال المستويات، شفنا واحد الاثاره بزاف. وهاد القضيه الصراحه بزاف ديال الناس كانوا متخوفين منها، كيفاش الفيفا انها بغات يكون عندها داك الجانب الاستثماري والربحي، وانها تكوميرسياليزي الكره بواحد الطريقه اللي شويه اونتر بارونتيج فجه نقدروا نقولوا لا فيلغار ولا هذه. ولكن لحد الان هاد المقاربه او هاد لابروش اللي خداتها الفيفا راه ناجحه لحد الان. تحنا بزاف ان نتفرجوا في ماتشات، ان نشوفوا مثلا مستويات متقاربه، ان نشوفوا ديك النديه والاثاره. من الجانب الاخر كان كيبان لي ان امريكا واخا بلد ماشي يعني الكره ما عندهاش واحد لابوبيلاريتي، واحد الشعبيه كبيره في امريكان. كاين كره القدم الامريكيه، كاين البيسبول، الباسكت، ولكن كيشي فيلم كنا كنشوفوا سولد اوت بزاف الماتشات. يعني حتى الناس تنقلوا، حتى القدره الشرائيه يمكن ديال لي زاميريكان حتى هي لعبت الدور، حتى المهاجرين اللي كاينين تما. يعني انا كيبان لي حاليا ان كاس العالم في هذه النسخه كنشوفوا واحد المنظومه شبه متكامله، فيها كاع لي كونديسيون ديال الكره الجميله، ديال الاثاره، ديال الناس يقدروا يتبعوا يتحفزوا انهم يتبعوا هذا المنتوج الكروي. فؤاد انت داكور؟ باسكو كلشي كان تيقول لي نيفو ديال مثلا هايتي، كاب فير، كونغو غادي يكونوا فوارق، ولكن بان لكش بان كاين فريمون كاين دي سوربريز في هاد لا كوب دي موند، وبان بانه داكشي اللي كاين تيتقال بانه يوغا زعما لي نيفو ماشي بحال. واش بان لك بان فريمون كاينه سوربريز ولا ما كاين؟ مش شفنا كاب فير الماتش الاول ضد اسبانيا، ضاعوا بزاف اسبانيا، ولكن كاب فير كانوا صراحه مزيانين. زون بيان ديفوندو وخرجوا الماتش تعادل. كوراساو تا هما ضد الالمان في الاول بروميير ميتان كانوا مزيانين تا هما، ولكن خسروا ب7 وقيله. لكن كانوا شي فراقي كيقولوا فراقي صغار، ما بقاوش فراقي صغار صراحه، ما بقاوش في العالم. علاش في نظرك علاش ما بقاوش فراقي صغار؟ على حسب النيفو. دابا بزاف د اللعابه، مثلا انا نقول لك المثال ديال اي تي، كان عندي واحد صاحبي جو كان سنازون لاتاكون ديالهم لعب معايا في لافال عامين، ولعب في فرق كبار. هي دابا كاينين اللعابه كيلعبوا في فرق في اوروبا، في اي بلاصه. هي النيفو ديال الفرق الصغار كيطلع.
يمكن كنت قبل الفرق كتشوف شي لعابه كيجيو من اماتور ولا ريجيونال شي فرق صغار، ودابا ما بقاش داك الشيء. فؤاد يمكن حتى تاكتيكمون لي زونترينور ولاو تيسدوا اللعب تيخليو انه داك يعني لا كاليتي ديال ليكيب ادفيرس اللي هي كبيره تاكتيكمون الا كان ليكيب روغروبي مجموعه البلوك خدام مزيان ما تيكونش فريمون واحد الفرق ما بين منتخب كبير ومنتخب بيان صغير. سور حتى هي كتلعب شي يا بوكو داسبي سورتو تاكتيكمون بحال قلتي. لي زونترينور تا هما تبدلوا، لي زونترينور تا هما كيجيبوا لي زونترينور اللي عندهم لا كاليتي، هي لو نيفو كيتزير. داكور دابا ندوزو الاهم عندنا هو واحد النقطه تفضل ايوب ايوب. نمشي معكم في نفس الخط. تفضل دابا ولينا في واحد الكونسيبت او في واحد المنطق ديال لا موندياليزاسيون ديال الكره. ملي كنشوفوا دابا الاحتراف ولا بشكل كبير. شحال هادي نقولوا ان المعلومه ما كانش بزاف، كان المدرب الا بغى ياخذ تجارب ياخذ ليكسبيريونس خصو يمشي يسافر، خصو بزاف ديال الحوايج. دابا كنشوفوا لي فورماسيون يعني اي بلد فيه لي فورماسيون، اي بلد كيجيب دي كادر باش يعني ياخذ ليكسبيريونس ديالهم. يعني داكشي علاش يعني داكشي علاش ولينا كنشوفوا المستوى في اي مونديال ما كتعرفش ان شكون يكون الحصان الاسود، شكون اللي غادي يكون الاوتسايدر اللي غادي يجي ينافس. يعني بقوه تيلمو ان المعلومه ولات كثيره، ان القابليه لابيليتي ديال لي كادر انهم ياخذوا ليكسبيريونس. داكشي علاش ولينا كنشوفوا المفاجات تقدر تخرج من اي بلاصه. ما بقيناش في ذاك المنطق، في ذاك اللوجيك ديال القوى الكبرى مثلا المانيا البرازيل هما اللي ستراتيك، هما اللي يبقاو ديما ينافسوا. كيخرجوا ديما واحد الاوتسايدرز هما اللي كيحققوا المفاجاه، وكنظن ان الامور تبقى غاديه بحال هكا. المفاجاه كانت، لكن الحمد لله في مباراه امس المنتخب المغربي استطاع انه ينتصر على المنتخب الاسكتلندي. بخلاصه فؤاد، كيفاش بان لك المباراه؟ شنو هي القراءه ديالك بصفه عامه على المقابله ديالنا البارح مع المنتخب الاسكتلندي؟ اولا بدينا مزيان، ماركينا بالزربه بروميير مينوت، ماركينا البيت. منين كتباركي دغيا شنو هو السينيال اللي كتصيفط لادفيرسير ديالك؟ انما انا واجد، فرقه واجده وصعيب باش تربحنا اليوم. هي واحد ميساج كبير، دزنا ميساج كبير. وطاف تاكتيكمون تبارك الله كانوا بيان بلاص. عندنا لا بوسيسيون بال ميتان كامله، الميتان الاولى كامله 35 بروميير مينوت تبارك الله دو او نيفو. هذوك اسكتلندا ما شافوش كره و تري بيان اون بلاص. وداكشي اللي عجبني انا سورتو حنا كنشوفوا منين الفرقه عندها الكره، لكن حنا المهم اللي كنشوفوا منين ما عندناش الكره هي لا رياكسيون لا بيرت. كنقول رياكسيون لا بيرت. منين كنضيعوا الكره 4 ولا 5 د اللعابه كيمشيو عند لادفيرسير وكنشدوا الكره دغيا ونقدروا نمشيو للبوطو ادفيرس. هضرتي على تاكتيكمون، ستيف المدرب المنتخب الاسكتلندي في المباراه الاولى مع هايتي لعب 4-4-2 بلا. وهذا الماتش شفنا في التشكيله وكان تخوف انهم يلعبوا بخمسه 3-4-3، ولكن من بعد بان بانه حيد اتاكون ودخل ميليو تيران. انت هذا لو شونجمون في التاكتيك ديال ستيف شنو تيعطيك كاشارات؟ واش كان خايف من المغرب ولا شاف لي كاليتي ديال المنتخب انه في ميليو تيران يسون فور داكشي باش حيد مهاجم راس حربه وزاد لاعب في وسط الميدان؟ قلتي هو ادابتا لا كاليتي ديال ليفيكتيف ديالنا. شاف من الاول ماركينا وشاف كندوروا الكره مزيان، هي بغى ادابتا، ولكن مع لي كاليتي ديال لي جوار ديالنا تعذبوا. خصو يدير رياكسيون ولكن شفنا ابخي كونتينيتي ديال الماتش بقينا في نفس لا كاليتي ديال اللعب ديالنا. في نفس السياق ايوب، تيبان لك بان الحمد لله المنتخب الوطني ولات عنده واحد الشخصيه كبيره انه يتادابط مع اي نهج تكتيكي. المؤكد هو ان السي وهبي غادي يكون قبل المباراه دار حسابات ديال انه يواجه منتخب اسكتلندا في حاله الى لعب 4-4-2، وفي نفس الشيء يمكن حتى لو عطات معلومات بان ربما يلعب 3 ديال المدافعين المتاخرين او لا يلعب 4-3-3. بان لك بان يعني بسرعه استطعنا اننا يعني نقراو النهج ديالهم ونشوف المباراه في البر الامان كما بغى المدرب. هذه النقطه الاساسيه اللي كنشوف مع المنتخب، هذيك لا فليكسيبيليتي تاكتيك، لا المرونه التكتيكيه. فوالا المرونه التكتيكيه كنحاولوا نتادابطوا مع اي منتخب، مع دي بروفيل ديفيرون. كنحاول عندنا ديك لابيليتي اننا نتادابطوا معاهم. انا كنت عندي تخوف الصراحه واللي تفاجات عليه البارح هو ان لاغريسيفيتي اللي كانت عند المنتخب ديال اسكتلندي فيزيك كانت يعني بواحد الطريقه يعني صعيبه بزاف. وتفاجات وعجبني الحال كيفاش حنا قدرنا نجاريو وكيفاش قدرنا يعني نمتصوا ديك لاغريسيفيتي اللي كانت عند الاسكتلنديين. واخا البروفيل المنتخب المغربي يعني مع وهبي خاصه كتشوف انه تكنيكمون كيتباز على لاسبي تكنيك، على لي ترانزيسيون، على لي كومبينيزون. ولكن فاش ولينا مع اسكتلندا وكنحاولوا اننا
يعني نمشي معاهم في نفس الخط ديال هذيك الاندفاع البدني، يعني هذه اشاره جيده. بخلاف زعما لي جينيراسيون اللي كانوا قبل، كنا ديما غاديين في واحد الستيل ديال منتخب عنده واحد ستيل واحد، ستيل دو جو واحد، ما كيحاولش ينوع بزاف. هنا مع وهبي كنشوفوا ان نقدروا في 2 دقائق 3 دقائق كنبدلوا الشيما تاكتيك، كنبدلوا لانيماسيون ديفونسيف لانيماسيون اوفونسيف. وهاد الحوايج هما اللي مهمين بزاف. اكثر في المونديال كتواجه مدارس مختلفه، كرويه مختلفه، دي بروفيل كما قلنا ديفيرون. يعني خصك لا رياكسيون، كيفاش انت غادي ترياجي، وكيفاش انت غيكون عندك الكوتشين باش المدرب يحاول في 2 دقائق 3 دقائق يعطي دي سينيال للعابه انهم يدوزوا البلون ا بلون بي بلون 3. دابا بقوه ان الكره ولات فيها بزاف ديال لي شيما وبزاف ديال التنوع التكتيكي وبزاف ديال الحوايج، يعني حتى المنتخب اللي كيكون واجد بصح كيكون مسلح وعنده الادوات اللي زوتيل هو اللي كيقدر يتادابطا بطريقه سريعه مع البروفيل اللي كيواجهو. متفق معاك. هذا المؤكد هو هذا. بغيت نعرف في نظركم واش السيناريو ديال الهدف الاول اللي جا فريمون بكري بزاف الدقيقه الثانيه سهل علينا المباراه، وكان يعني احسن بدايه ممكنه اللي كانت تسهل علينا المباراه فؤاد؟ احنا لعبنا الكره شويه، ومن كتشوف بسيكولوجيكمون لا كونفيونس من كتماركي من الاول كتجي لا كونفيونس. وشفنا في البروميير ميطون منين ماركينا، وإلا شتي البيت اللي ماركينا بحال البيت ديال البرازيل، دياز كره سيباري تبارك الله بروفوندور. واللي كيعجبني في سيباري هو فكره ديال وهبي، هو الناس كيقولوا لا ما عندناش نيميرو 9، هو تبارك الله يدير كيشد لا بروفوندور، كيلعب ابوي وبروفيل كومبلي تكنيك فيتاس. ومن عندك واحد البروفيل هكا تقدر تمشي بعيد. وعاوتاني هضرت له على تكتيك خويا ايوب. شوف بلال الخنوس ماشي كاع البوست ديالو، هو كيلعب في الميليو، وداروا ايلي، وتبارك الله يريبون بريزون ا سبوست. عجبني ا سو بوست، عنده لا بيركوسيون. عرفنا الزلزولي بليسي، ولكن اللي عجبني في بلال الخنوس قدر يجي ديفونسيفمون بوكو دو روبلي ديفونسيف. ودياز جا اخر حتى هو كيدخلوا لاكس، من كنضيعوا الكره لي دو زيلي كيدخلوا لاكس كنخليو جناب خاويين، من كتمشي الكره جناب اونجليز كامل. هضرتي على امباكت بوزيتيف اللي كان على المورال ديال اللاعبين المنتخب الوطني في تسجيل الهدف الاول. باغ كونطخ جو كرو كو التاثير كان سلبي على عناصر منتخب اسكتلندا اللي تلقاو هدف في الدقائق الاولى ديال المباراه. طون افي واش داك الهدف اثر على لو مورال ديالهم؟ بيان سور ملي كتقولوا بروميير مينوت كيماركيو علينا الفرقه، بحال قلت لك في الاول ديال الانترفيو، من كتماركي الاول الدوزيام مينوت كتعطي السينيال فور للفرقه اخرى، قول لهم الماتش اليوم غيكون صعيب عليكم. ياك هذا كلام منطقي. ايوب، هذا تعتبر اسرع هدف سجله منتخب عربي في كاس العالم. واش ما تيبانلكش الحمد لله بان المنتخب المغربي والمغرب دائما سباق، اول مشارك، اول هدف، اسرع هدف؟ بالنسبه لك هذه الارقام واش مهمه في التاريخ ديال المنتخبات في العالم؟ الارقام مهمه، وخاصه فاش كتجي في واحد الكونتكست انها كتغوفليتي واحد الاستراتيجي اللي كانت ا لون تيرم. كنهضروا على 2008، يعني الملك محمد السادس عطى واحد الاستراتيجيه، واحد المقاربه، واحد لابروش ديال ان الرياضه خصنا نهضوا بها. جات لاكاديمي محمد السيس، جا فوزي القجع في 2014 اعتقد، فاش كان بريزيدون ديال الجامعه، فاش خدا البريزيدونس الجامعه. يعني كتشوف ان هادشي مدروس، ما كيجيش قطعنا مع داك المنطق ديال اننا كنديروا انجازات ديزيكسبلوا اللي غير بالصدف كونسيدونس. غير لو ولينا غاديين في واحد البروجي استراتيجي اللي مدروسه اللي بيان ايتيدي. كنا درنا حوار غير قبل اسبوع مع باتريس بوميل، كان هو المساعد المدرب هيرفي رونالد بين 2016 2019 المنتخب الوطني. وقال لنا فاش يلاه جيت للمنتخب اول اجتماع مع فوزي القجع، شنو قال لي فوزي القجع؟ قال لي حنا باتريس وغيرفي بغينا نديو كاس العالم. هادشي في ذاك الوقت كان حديث على المغرب 2006 حنا بغينا نديو كاس العالم. دابا قال لي حنا دابا واخا 20 عام ولا 18 ما مشيناش كاس العالم ديك الساعه، ولكن الهدف الاساسي هو ان خصنا نديو كاس العالم. هاد الحوايج مهمين عبد الرحمن، خاصه كيكرسوا داك الانجاز ديال قطر ديال الدومي فينال، كيكرسوا بزاف ديال الانجازات اللي وصلنا ليها كنا سباقين ليها. 20 عام ايفان كنا دينا كاس العالم مع وهبي، بزاف ديال الحوايج. وهادشي اللي كيعطيو الاهميه ديال الكره والنجاح ديال البروجي، نقدر نقول ديال الملك والشعب وديال الدوله بشكل كامل في هذا الاتجاه. بالنسبه لي ان
انا زعما كيبان لي ان الامكانيات تحطوا بزاف وغادي تحطوا في الطريقه الصحيحه، وكنجنيو التيمار زعما اللي فخوي كناخذوهم عام مورا عام. يعني فوالا دونك تا البلافون ديال لومبيسيون اللي عندنا طالع بزاف. يعني ولينا هاجي دابا عند المغربي تقول ليه تعادلتي مع البرازيل وربحتي اسكتلندا، يقول لك ولكن درنا هذه خلينا هذه بقوه. ما ولينا كنشوفوا ان لابار طلعت الطموح بطبيعه الحال لا باغ طلعت. وحنا كنعرفوا 98 ربحنا اسكتلندا، تعادلنا مع النرويج، خسرنا مع البرازيل. فاش جاو ليكيب ناسيون درنا لهم واحد الاستقبال كبير في ذاك الوقت. يعني كتشوف ان ليفوليسيون ديال الوقت شنو كيبدل، شنو القناعات، شنو كيبدل في لي بلافون ديال لومبيسيون، بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين في هذه النقطه عبد الرحمن بالنسبه لي. نرجع فؤاد اون كونترينور. بالنسبه لك انت كمدرب اكيد تكون موجد واحد لا استراتيجي في وسط المباراه. ستاف مدرب منتخب اسكتلندا يمكن ما تخيلش في بالو بان غنسجلوا مبكرا. في نظرك واش فاش تسجل عليهم الهدف واش بقاو تاكتيكمون ديسيبليني وبقاو لو بلوك ديالهم مسدود، ولا خرجوا لعبوا الكره؟ شنو هي القراءه في ذاك الوقت بالضبط اللي يقدر يقرا اي مدرب؟ لان فعلا كانت هدف في ذاك التوقيت. واش يقدر يخليك تاكتيكمون تكون فيبريل وتبدل، او لا تبقى على نفس النهج في انتظار ان المباراه مازال طويله مازال ملعوب؟ الصراحه ملي كتكون اونترينور كتوجد بزاف ديال لي سيناريو قبل الماتش. الا ماركينا احنا، الا ماركاو هما، درنا تعادل، هما لعبوا بلوك با بلوكو، هما كيبريسيو، عندك بزاف ديال لي سيناريو. هذا السيناريو حنا ماركينا الاول، هو خصو ادابتا غابيدمون، يدير شي رياكسيون باش يوريو زعما بغاو حتى هما يربحوا الماتش. لكن المشكل اللي عندهم عند المنتخب اسكتلندا اللي مزيان عندنا المغرب ماركاو. كنت قبل كنرجعوا للور كنلعبوا بلوك ميديان، دابا لا كنت كنديروا بريسينغ وما ما يقدروش يخرجوا كره. واللي مزيان عندنا درنا بحال قلت لكم بريسينغ وهما ما يقدروش يخرجوا كره. كيقول له يكون ماتش اليوم غيكون ماتش صعيب، وبسيكولوجيكمون قتلناهم من الاول قتلناهم. وشتي في 35 بروميير مينوت ديال او نيفو لا ميتريز دو بال في لي سورتي في لي كورس كلشي في البريسينغ بحال قال الاخ ايوب. صراحه الا كنت بلاص لونترينور فكره غتكون صعيبه. ومن بعد 10 مينوت داروا 10 ديرنيير مينوت ديال بروميير ميتون بداو كيديروا رياكسيون، بداو كيخرجوا. اللي عجبني في اسكتلندا ما كيلعبوش اللور، يحاولوا يخرجوا الكره للقدام، و ils ont pas refusé de jouer. سورتو حيت تسجل عليهم الهدف. فؤاد نرجع معك، واش المباراه ديال النرويج واش نفعتنا في هذه المواجهه مع اسكتلندا؟ بيان سور كان درنا الماتش ديال النرويج بحال ريبيتيسيون قبل لا كوب دو موند، وداكشي عاونا بزاف. كتشد ليكسبيريونس من لي ماتش اميكو. كان الديرني ماتش اميكال avant la coupe du monde, et ça nous a beaucoup aidé pour le match ديال ليكوس. نفس السياق. حتى بروفيل عبد الرحمن ديال النرويج كنقولوا انه سيميلير لسكوتلاند. انا اللي عجبني اللي كان عندنا لافونتاج في الماتش ديال اسكتلندا هو اننا واجهنا واحد المنتخب اللي ما كيلعبش لي كومبينيزون بزاف، عنده لو جو ديريكت. دونك فاش خنقناهم درنا داك البريسين كونستون، يعني بحال قلتي صافي لي زوتي ما بقاوش عندهم. يعني حتى لي سوليسيون باش يحاولوا يخرجوا كره من، يعني دقه لي كومبينيزون داكشي بقى عندهم واحد الحل واحد اللي هما ديجا كيلعبوا عليه، هو لو جو ديريكت كيدوزو من لي كوتي لي سونتر. وديجا كنا زعما واقف كنا مزيانين في هذا الكوتي ديال اننا هذيك لونغاجمون فيزيك كما قلنا، وديك لا رابيديتي ديال انهم كيفاش كيديروا الهجمات وداكشي بوزيسيونمون كنا واقفين تاكتيكمون. وزعما هذه القضيه ما كانتش بزاف عبد الرحمن. كنا كنعقلوا على كنا كنواجهوا منتخبات افريقيه مثلا كيكونوا، هو فؤاد يمكن غيعاودنا اكثر انه لعب بزاف في لافريك واجه بزاف المدارس كرويه. كنا كنلعبوا مع منتخبات افريقيه وعندهم هذا البروفيل شويه قريب لاسكتلندا، بداك لونغاجمون فيزيك، بداك السرعه، انهم كيفاش مثلا كيديروا الهجمات ديالهم لي زاتاك رابيد وداكشي. ولكن كنا كنلقاو مشكل دابا مع هذه المرونه التكتيكيه اللي قلنا، ومع اننا ولينا في كل كوتي في كل اسبي ولينا يعني مزيانين. مثلا كل بروفيل لعبوا معاه كنكونوا موجدين ليه مزيان. يعني بروفيل اللي يلعب جو ديريكت حنا معاه، بروفيل اللي غادي يلعب مثلا المنتخب البرازيلي اللي لعبنا معاه في الماتش الاول بروفيل ديفيرون توتالمون. كيفاش البرازيل كيخرجوا كره بواحد الطريقه، كيفاش عندهم واحد لا فيلوزوفي ديال الكره وداك الشيء. ولكن لانه دقه انهم زعما يمشيو بلي جو لي كومبينيزون كنا واقفين معاهم. يعني هذه القضيه مهمه بزاف. انا كيبان لي زعما عبد الرحمن ان ولا عندنا ديك لا ماتوريتي وهذيك النضج ديال اننا نقدروا نواجهوا مدارس كرويه مختلفه ما غاديش نقول لك بنفس ليفيكتيف ولكن بنفس لونفي بنفس لي زوتيل.
وهاد القضيه مهمه بزاف. اكثر في واحد المسابقه موندياليه تابعك فيها واحد 8 الماتشات الا كنتي توصل للفينال ان شاء الله، وغادي عندك لي تشالنج بزاف، عندك لي زونجو بزاف. هاد القضيه مهمه بزاف. هادشي اللي كان كيلعب كونترنا في السنوات الماضيه، مثلا في دي ماتش كان عندنا بروفيل واحد فؤادي الا عقلتي، كنا ستاتيك، وكنا غير كنبدلوا بروفيل ديال لادفيرسير، كنا كنوحلوا. لكن ما عندناش بزاف د الحلول. دابا عندنا بزاف نقدروا نادابتاو اي فرقه بحال قلتي اخ ايوب. دابا ضد البرازيل لعبنا بحال كنقولوا تيكي تاكا، ونقدروا دابا ضد اسكتلندا اون ريبوندو اوسي ديفي فيزيك، كان عندهم فرقه تبارك الله. وحنا في لي كورس البريسين كلشي كنا تري ان بلاس تبارك الله. فؤاد، الى المباراه اللي بغينا نتحكموا فيها خصنا اون دوا غاني لا باتاي ديال الوسط الميدان ميليو تيرن. نهضر معاك واش التريو ديال بوعدي، نائل العناوي وناحي، واش ربحوا في النزالات لا الهوائيه لا الارضيه، لا في المثلثات فيرغسون وماكتوميناي وكريستي، وفين بان لك هاد لا باتاي تربحات في وسط المباراه؟ شي وحدين غيضحكوا عليا، انا قلت هذاك الميليو ديالنا ديال بوعدي وعيناوي وناحي. pour moi top 3 mondial. توب 3 Le مونديال. milieu top 3 mondial et pas les troisièmes. Il y a تبارك الله عندنا des profils تشوف عيناوي تبارك الله très agressif les courses box to box كيمشي كيرجع. بوعدي تبارك الله عنده لا ميتريز تكنيك، وناحي كنعرفوا شحال هادي هو تا هو تكنيك. عندنا واحد الميليو تبارك الله. قلت لكم توب 3 مونديال. شي وحدين ما يكونوش داكور افيك مو، ولكن انا قلت فريمون توب 3 مونديال. وبحال قلت يا خويا عبد الرحمن، ربحوا لا باتاي دو ميليو من الاول، ربحوا لا باتاي دو ميليو. ماكتوميناي وفيرغسون وكريستي يمكن ضاعوا في وسط هاد تبارك الله جوده اللاعبين اللي عندنا، لان كما قال فؤاد بدنيا انتصرنا، وبوكس تو بوكس نائل العناوي هو ان ميليو تاع ريكوبيراتور. بزاف المرات تنشوفوا فؤاد اي بلونج اون بروفوندور فاش تيخرج السيبار اللي هو مهاجم مهمي. في نظرك واش كان ضروري هاد المعركه وسط الميدان اننا نربحوا فيها؟ بطبيعه الحال مهم، واللي غادي يشوف كومبوزيسيون ديال المنتخب قبل الماتش غادي يبان لي ان البروفيل ديال الامراض كان خصو يكون يمكن في ذاك الماتش، حيت عارفين لونغاجمون فيزيكي ديال اسكتلندا، داك البروفيل اللي غادي يلعبوا معاه امراض كيفاش عنده دوك فوال اغريسيف وهذه. ولكن مور الماتش شفنا كيفاش العناوي وبوعدي يمكن حتى وناحي كيفاش كيكملوا بعضياتهم. يعني العناوي دار داك الدور ديال الامراض ودارو اكثر بشكل اكبر، يعني كيعاون حتى في لي غولونس، كيعاون حتى بانه كيكون فالور اجوتي في الهجوم، كيجي من الخلف. يعني انا بالنسبه لي كما قال فؤاد، زعما ما كنشونجيوش واحد الفرقه اللي ربحات ديجا، اللي دات بريستاسيون مزيانه في الماتش الاول، و ميم طون كتعطيهم لا كونفيونس. داك التريو كما قلتي كتعطيه واحد لا مارج باش انه يزيد ينسجم، باش انه يزيد يفهم بعضياته. بالنسبه لي كيبان لي انا زعما التريو غادي وكيزيد كل ماتش غادي وكيطلع. وكما كنشوفوا الماتش الاول بلينا بوعدي هو اللي عطى مزيان، هذا الماتش العناوي هو اللي عطى مزيان. وبخلاف بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الناس كيسول على اناحي الدور ديالو، انا بالنسبه لي وناحي كيكمل. ما يمكنش دير مثلا واحد تريو عنده نفس البروفيل، عنده نفس زعما الكاركتيرستيك وداك الشيء. وناحي كيعاون بزاف كيفاش كيبيناتري، كيفاش كيشد كره بزاف، حيت مهم في التريو انه يكون عندك واحد اللعاب اللي ابي مزيان. وناحي راه هذا البروفيل وناحي ما كاينش في المنتخب بزاف اللي لعاب اللي ابي كيشد كره مزيان، كيقدر يطومبوليزي، كيقدر ينوع اللعب، كيقدر يدير بزاف ديال الادوار اللي ما كايناش في المنتخب بزاف. نقدروا نقولوا امراض هو جا العناوي اللي نفس البروفيل تقريبا، انه كومباتون هادي وكيتقاتل بزاف د الحوايج. لكن اناحي كيبان لي واحد الرقم صعب، واحد ليمون اللي فوندامونتال في المنتخب. وكنتمنى زعما، انا كنعتقد ان الستاف تكنيك غادي يمشي في هذا الاتجاه ديال ان التريو غادي يحاول كونسيرفي، غادي يغاردي، وغادي يمانتوني فيه الثقه زعما في الماتشات الجايين. تري كومبليمونتير، الميليو تري كومبليمونتير، كل واحد كي عنده لوبجيكتيف ديالو. متفق فؤاد في الهضره اللي قال ايوب، ان البروفيل ديال نائل العناوي قريب للبروفيل الامراض. وي بروفيل تقريبا نفس البروفيل، ولكن بان لي انا شويه عناوي تكنيكمون زايد في تكنيكمون. وحنا الاخ ايوب كيدير زابل بروفوند، عنده بزاف ديال البروجيكسيون، وداكشي كيدير الروينه في لا ديفونس ديال لي زادفيرسير. كيمشي كيطلب اون بروفوندور، كيدير لا كرياسيون ديال لي زيسباس سيباري، كيديكروشي بحال قلتي. وعيناوي كيمشي بروفوندور. اللاتيرال ما عرفتش اش غيدير، الا غيتبعوا الا ما غيتبعوش غيكون مثلا دياز بوحدو. وشفنا ضد الماتش الاول ضد البرازيل، دار واحد لا كونفيغوراسيون في سورتي د بال، خلاو كرياسيون ديسباس، خلاو دياز بوحدو،
عارف سيباري من ديت عنده الكره ابان اون بروفوندور. داكشي اللي وقع في جوج ماتشات متابعين البرازيل ودابا مع البارح الماتش ضد اسكتلندا. دابا انت كنتي اري دروا كنتي ظهر ايمن، شفت لعبه لاعبين بحال هكا فيهم لا تمركز، يعني كل لاعب تلقاه تيدور، مثلا خنوس تلقاه ميليو تيران وناحي بارفو تلقى بلاصه خنوس، سيباري تيخرج وتيمشي الى ناوي سا بيرتورب لا بيان ديفونس. سور سا بيرتورب بوكو. حنا كنقولوا لا كنلعبوا 4-4-2 كنلعبوا 4-3-3 ماشي لا فورماسيون كتحط هذاك. المهم هو لانيماسيون ديال داكشي. لا فورماسيون هذا كيمشي هنا هذا كيمشي هنا هذا كيكومبونسي اكزاكتومون. le plus important في الكره هي لو موفمون. ولي بغيت نهضر على لي لاتيرو ديالنا. انا البوست ديالي كنت لعبت اريير دروا اريير غوش، وتبارك الله لي دو ديفونسيفمون عندنا تري بون ديفونسور. واللي مزيان عندنا سي لابور اوفونسيف اللي كيعطيو. هنا كيقول لك ديما المدرب انت 80% انت ديفونسور، ولا تقدر تزيد هذوك لي 20% ديال اوفونسيفمون درتي الماتش ديالك. نهضروا على اوفونسيفمون ونقول لك بان واحد السيناريو شويه خلعنا البارحه فؤاد. اوفونسيفمون وصلنا بزاف الفرص، ونا كريي بوكو دوكازيون. وفي الكره في المنطق ديال الكره فاش تضيع بزاف دائما تقدر يدك على قلبك انك تيونكاس. في نظرك سي دو اكوا؟ علاش ونا غاتي بوكو دوكازيون؟ واش حيت اون فولي تيو الماتش؟ واش موك دو كونسونطراسيون؟ في نظرك علاش هذاك السيد الفرص الكبير ضاع البارح؟ اخ ايوب اون اوف شويه على داك الشيء. لو بوين نوار انتر كيمي ولا لا فينيسيون البارح. لكن انا قلت له شنو هو المهم في هاد الفينيسيون. جبنا بزاف د الفرصات. بلوز امبورطون سي لا كرياسيون ديال لي زوكازيون. المشكل البارح الا كان ماركا دوزيام بوت غنكونوا شويه ترانكيل، ولكن دابا ما ماركيناش دوزيام بوت تي جامي على بغي دو انكيسي ان بوت. والبارح عندهم شي 2 ou 3 اوكازيون ماشي فرانش ولكن كاميم دونجروز. وبحال قلتي اخويا عبد الرحمن سي تو مارك با لو دوزيام بوت مي با لابري تقدر انكيسي واحد البيت وكنت درتي الماتش مزيان ولكن خرجتي تعادل. انا هاد القضيه ديال الانيماسيون اوفونسيف زعما ليفيكاسيتي ما غاديش نلوم عليها غير الناف غير لاتاكون زعما دو بوينت لا فوناف نسمع السيباريه. قضيه ديال واحد المنظومه انت فاش كتحط ان فوناف زعما اللي غادي تعطي واحد لي غول بشكل اكبر كيتكون عنده واحد الموبيليتي باش كيما قلنا يبيرتوربي زعما لا ديفونس ديال لادفيرسير. ولكن حتى اللعابه الاخرين حيت كيشاركوا في الانيماسيون اوفونسيف وشكون اللي كيجي من اللور شكون اللي مثلا لاتيرو تا هما خصهم يساهموا. يعني كما قال فؤاد كنا في واحد السابق كنلقاو ان عندنا ستيل دو جو اوفونسيف واحد ستاتيك وكان مشكل كبير. كانوا لي زادفيرسير كيفهمونا مثلا غير المدرب جنوب افريقيا قبل لاكان قبل 2023 في كوت ديفوار هضر على هذه القضيه وقال ان المنتخب اللي عنده واحد لو ستيل جو ستاتيك واللي ماشي ما كيفاريش فيه راه ما غاديش يمشي بعيد. دابا كما كنقولوا ولينا كنعرفوا ولينا كنشوفوا هاد لا موبيليتي في الانيماسيون زعما اوفونسيف ديال المنتخب. يعني كل لاعب يقدر يجي منه الخطر. يعني كل لاعب غادي انا كتبان لي القضيه غير بسيشيكمون صافي زعما ماشي او نيفو تكنيك ولا او نيفو زعما ديال البراتيك وصافي. يعني كتشوف ان الا اللعابه خداو الثقه في الماتش الجاي انهم نقدروا يحلفنا التوفيق نكونوا زعما ماركينا واحد الجبيوت غادي نحلوا هاد نكوشيو زعما هاد البوين ديالنا خصنا نماركيو بزاف غادي تجي غير مع الكونفيونس وصافي. ولكن اصعب حاجه هي فاش كتكون عندك واحد ستيل جو اللي كيكون ستاتيك ماشي فاري زعما وداك الشيء. وفاش كتلقى مشكل في انك تبينيتري اللعب مفتوح ما كيكونش بزاف ان لي زوكازيون لي زوبورتونيتي ما كيكونوش بزاف كتلقى مشكل كيفاش دير لا غولونس. بالعكس كنشوفوا ان هاد لا غولونس وهاد لي كومبينيزون كيفاش كندوروا الكره كيفاش كما قال فؤاد حنا او موفمون ديما يعني هاد القضيه مهمه بزاف. اي واضح انا متفقين لان المدرب الخدمه ديالو تتسالي انه الى غيفا كريي انه تيخلق فرص تجي. انا تحدثت بالضبط علاش ما كايناش النجاح الهجوميه. واش كاين التركيز واش كاين التسرع؟ حيت كاين شي حركه ما هياش لان ربما هاد لي زوكازيون ما غيجيوناش مع منتخبات كبرى ولا جاونا وضيعنا اون فا بايي كاش. ما عرفتش بانت لي حتى شويه الانانيه يمكن بانت شي فترات. الانانيه كاينه ولكن نجيك واحد النقطه اخرى كما قلنا هاد لا موبيليتي وانك كدير لا ماركازيه وكتعطي كتحط واحد الفوناف
يعني ما كتحطش عليه ما كتحملوش مسؤوليه 100%، ما ما كتعطيش. تحددش انا السيباري، جاونا فرص من غير السيباري اللي كان خصنا نوضعهم في الشبكه باش نرتاحوا على الاقل ونزيدوا نهبطوا لا، هاد المنتخب القضيه اسكتلندي ما يزيدش حتى هاد اكثر. القضيه عبد الرحمن ديال انني زعما تلاحظات من الماتش الاول والماتش الثاني، زعما كاين واحد الانديفيدياليتي كاينه بزاف، واحد الفردانيه كاينه بزاف، يعني كل لاعب كيحاول يدير. ولكن هذا هو الدور ديال الستاف تكنيك، انه خصو يونكادري، زعما كتحط واحد لا فيلوزوفي خص اللعابه كاملين يمشيو فيها. انا بالنسبه لي حتى الفرديه حتى لي كومبيتونس اللي عندنا او نيفو تكنيك ديال فاش كتشوف دياز بروفيل بوحدو شنو يقدر يدير بالكره، او ناحيه شنو يقدر يدير بالكره مثلا، فهمتي السيباري كذلك. يعني اوبليجي انك خصك تقبل ان هاد اللعابه راه واخا غيمشي معك في لا فيلوزوفي وغيكون واحد لو سونس كوليكتيف في ليكيب كامل في الجروب، ولكن راه ضروري غادي عنده ديك القضيه ديال انه خصو يشد الكره، خصو يحاول يكري، خصو يقلب على الحل. يعني مثلا فاش كنشوفوا منتخبات اخرى اللي على مستوى التقني كيكونوا زعما عاديين، زعما متوسطين، كيكون اوبليجي اللعاب انه ما يزيدش من راسو بزاف، اوبليجي يمشي في الخط ديال الجروب، يحاول يتبع داك لا فيلوزوفي 100%، داك لي كومبيتيزيون يكونوا مع اللعابه، يشد توش وحده دو توش غادي يعطي لصاحبو داكشي. ولكن فاش كيكون عندك منتخب اللي عامر تبارك الله او نيفو تكنيك اللعابه تبارك الله، حنا المغاربه معروفين بشحال هادي ان زعما لو نيفو تكنيك ديالنا زعما تري زيلفي، كتلقى هذا المشكل. وانا كنعتقد ان مع الوقت، مع تراكم المباريات، ستاف تكنيك غادي يركز على هذه النقطه، وغادي يحاول كل شويه يوسع انه زعما يبريس على اللعابه باش يدخلوا في هذا الفيلوزوفي، باش يدخلوا في هذا الكوليكتيف. ان شاء الله. عاوتاني متفق معك خويا عبد الرحمن، اسمح لي. يكون شي ماتش غتجيب 2 ولا 3 الا ما ماركيتيش، هما غيجيبوا وحده ممتاز. اون اوكازيون غيماركيو في ماتش السنه. غتكون هاد السيناريو غيكون صعيب على المغرب الا درنا هاد الشيء. تحدثتي قبل قلتي بان المنتخب الاسكتلندي ما رفضش اللعب، بالعكس بغى يخرج بالكره على فيرغسون وتوميناي واسماء اخرى. داك التفاهم ولا الجهه اليسرى اللي فيها روبرتسون الظهير الايسر ديال توتنهام كانت نشيطه. ولكن بغيت نتحدث على الهدف اللي سجلوه على هايتي. كان لو جو ديريكت، كان اون اللي لعب كره طويله اتجاه ادامس اللي هو راس الحربه، تعطات البندوك اللي في عرضيه في ان سونتر، جات عند ماغوين اللي استطاع انه يسجل بها. شفنا بان المنتخب الاسكتلندي كنا تخوفنا قبل من لو جو ديريكت ديالو، واش يبان لك بان السي وهبي دار اون بون ليكتور وما لقيناش خطوره في هذا لو جو ديريكت ديال المنتخب الاسكتلندي؟ قال قبل الماتش، قال ندير اناليز ديال اسكتلندا، وقال بحال قال الاخ ايوب دابا كنادابطاو لي زادفيرسير، كنعرفوا عندنا بزاف ديال زانيماسيون دابا، عرفنا هما غيلعبوا طويل، يقدروا يلعبوا بوكو دو جو ديريكت، وحنا لا فورس ديالنا عندنا ديوب في لي دويل ايريان تري كومبيتيتيف، شادي رياض في لاغريسيفيتي في لي دويل تا هو il a répondu présent. وشافوا هذا الشيء، شافوا ما خدامش بزاف لي جولون، بداو كيحاولوا يخرجوا كره، ولكن ماشي لا فورس ديالهم داكشي. سي بور سا سيتي ان بو كان صعيب عليهم شويه الماتش البارح. دونك نقولوا بان الخدمه التكتيك ديال السي اللي زا اوبليجي ان داك لو جو ديريكت ما غيقدروش وبغاو يلعبوا كونتر ناتوري الا بغينا نلعب. فهمتي هذاك عندهم واحد لاتاكون في لي دويل ايريان، ماشي لي ستاتيستيك ديال الدويل ايريان ديال ديوب، الكواري كاملين بالراس هو اللي خدوهم كاملين. حاولوا يمشيو في لي كوتي وما مشاوش في القضيه، ما لقاوش الحل. واخا انا نهضر معك ايوب على لي شونجمون اللي داروا في دوزيام ميطون، شنو يعني الاضافه اللي قدموا التغييرات؟ واش التغييرات كانت في التوقيت ديالها؟ الاسماء اللي تغيرات واش يبان لك بان التغييرات الحمد لله خلات ان داك التوازن يبقى دائما في طريقه لعب المنتخب الوطني، ونحدوا شي شويه من الشراسه اللي بين على المنتخب الاسكتلندي اللي كان تيبحث على التعادل؟ انا التخوف الصراحه اللي عندي الوحيد نقدر نقول لك على لابروش ديال الستاف تكنيك، المجريات ديال المباراه وكيفاش كيتعامل مع لي بيريود، هو الكوتشينغ الصراحه. حيت نهضروا على السياق الزمني او لو طون ديال التغييرات كان شويه معطل. كنا سو بريسيون مع منتخب اسكتلندا اكثر في داك ديرني كادور كنزيمات الاخرى، كنا سو بريسيون وما لقيناش حلول، وكنا تخنقنا. كان عندنا زعما كنا كنونكيسيو بزاف ديال الهجمات ديال اسكتلندا وداكشي. ولكن حتى يمكن الفيلوزوفي ديال المدرب كيفاش انه دار التغييرات، واحد لي بروفيل اللي مثلا كيفاش كنشوف ميموني وكنشوف شمس الدين طالبي، كنا كنلعبوا بزاف على لي كونتر. زعما هذه معروفه، زعما نقدروا نفهموا ان الانطلاقات ديال ميموني ولا الفرديات ديالو كيفاش غادي يطوبوريزي، ولا شمس الدين طالبي كيفاش غادي يلعبوا
على الظهر ديالهم، كيفاش غنستغلوا فيتاس ديال الطالبي وديال امين موني بشكل خاص. نقدروا نستافدوا من هذه القضيه. ولكن لحد الان بالنسبه لي تغييرات لا في الماتش الاول والماتش الثاني كيبان لي ديك الاضافه اللي غادي اللي زعما خصهم يعطيوها ما عطاوهاش. وهنا غادي نمشيو واحد النقطه ديال البونتوش ديالنا. واش البونتوش عندنا لا كاليتي لي 11 اللي تيتيلار نفس الكاليتي ديال البونتوش؟ وهذه مساله مهمه وتقدر تكون واحد لا سورس ديال القلق بالنسبه لنا كاملين، حيت المسابقه موندياليه فيها ماتشات بزاف. اللي غادي يذبحك واللي غادي يدي لك التيتر مثلا هو بوندوتوش. كما قال فؤاد في الاوف، هذه القضيه مهمه قالها في 2018 في 2022 فاش كنشوفوا فرنسا بواحد نقدروا نخرجوا منها حتى 3 كومبوزيسيون الا بغينا بنفس النيفو بنفس هذه. وتا في قطر كان السي وليد كراكي تضرر هذه القضيه. يعني كيفاش في قطر توصلنا للدومي فينال بدينا غير كنديبانيو لي بليسير كثروا بزاف، عطينا لا شارج بزاف على واحد لي زيليمون اللي كانوا اساسيين في الاخر ما قدروش حتى هما يجريو صافي عياو وحاولنا غير نديبانيو. هذه القضيه مهمه. وانا كتبان لي المباراه ديال هايتي يا عبد الرحمن المباراه المقبله اللي نظريا غنتحدثوا عليها ايوب من بعد، خليونا نبقاو في هذه المباراه. المباريات اللي عندنا واحد لامارج ديال المباريات اللي غتكون بالنسبه ماشي من نفس الحده ديال البرازيل واسكتلندا، نقدروا انتغريو اللعابه، نحاولوا شويه نفاريو كومبوزيسيون، نعطيو اللعابه الثقه شويه اللي غادي يدخلوا. حيت بيني وبينك صعيبه لان اللعاب تعطي واحد 10 دقائق في الاخر وتسنى منه انه زعما هذه كتصدق مع لعاب جوج، ولكن غتحط 5 غادي ما تسناش منهم 5 كاملين غادي يتانتيغراو دغيا غادي يدخلوا في يعني في هذاك المود بشكل زعما سلس وسهل. عاوتاني ندير رياكسيون على الجواب ديال الاخ ايوب. مثلا لايستر الا كان وقع شي بليسيور واحد اللاعب الا لي رومبلاسون ما واجدينش ما لعبوش بزاف، وعاوتاني الفرقه لو 11 دو ديبار ما يقدرش يلعب الكوب دي موند الا بغينا نمشيو بعيد، ما يقدروش يلعبوا الماتشات كاملين متابعين هكا ندير 6 ولا 7 ماتش متابعين في هذا النيفو. امبوسيبل فيزيكمون امبوسيبل. هي خصو الغرو بوين دانتيروغاسيون بحال كنقول لا بروفوندور دو بون. قلنا تشوف فرقه فرنسا الالمان اسبانيا عندهم لي رومبلاسون تبارك الله تري او نيفو. قلنا لا فرقه فرنسا تقدر دير جوج فرق يلعبوا في كاس العالم، وهذا غيكون غرو بوين دانتيروغاسيون. خصهم تاع لي رومبلاسون يكونوا واجدين. ما عرفتش السيناريو اللي بغا يدير السي الوهبي على هذاك الطريقه ما عرفتش كون صعيب. غرو بوين انتيروغاسيون سور دونك الشونجمون يمكن اللي داروا ما ايزون با غاردي داك لا فورس اللي كانت عند المنتخب الوطني. تبان لك واش التوقيت لي شونجمون فؤاد ولا لا كاليتي دو جوار كما قال لي تختلف؟ دابا بارابور او سيناريو دو ماتش سي 75 80 هما خصهم يماركيو اسكتلندا، هما تري اوفير وكيطلعوا باش يماركيو. عندنا لي زيسباس اللور. داكشي علاش طالب يدخل هذاك ايمانولي جابوا جوج ولا 3 فرصات بوحدهم. انا كما دونك الشونجمون مزيانين اللي داروه لا طالبي عنده نيفو با مال، ولكن انا خفت فيزيكمون الا مثلا خصو يلعب 60 مينوت ولا 70 مينوت خصو يكون واجد. بحال قال الاخ ايوب يدخل 10 مينوت في هذا الماتش والماتش كان اوفير، ماشي بحال الماتش تعادل مثلا في 16 ولا 8 فينال وخصو يدخل وخصو يدير لا ديفيرونس. شي حاجه اخرى هادشي. فؤاد بغيت نهضر معاك لو بوست ديالك، انت ظهير ايمن لعبت حتى ظهير ايسر. حكيمي جاي تبارك الله بالمورال طالع شامبيون دوروب مع باريس سان جيرمان. كيفاش بان لك الاداء ديالو في هاد لي دو ماتش؟ لان المباراه الاولى شويه كان شويه الكريتيك على الهدف اللي تسجل في جهه فينيسيوس. واش بان لك بان حكيمي اليوم المباراه كان ايكيليبري في التحول الهجومي ديالو دفاعيا ديفونسيفمون واش كان مزيان؟ بان لك حكيمي الاداء ديالو افضل من المباراه الاولى ولا تتشوف بان حكيمي مازال قادر يعطيك اكثر؟ لا ديما نقدر نعطيو اكثر. اولا الناس ما كيشوفوش لي زيفور اللي دار باش ديجا اولا باش يرجع داك لا بليسيور اللي خايبه، و ما عرفتش شحال الماتش دار في لا سيزون ديالو مع باريس سان جيرمان وماشي تري او نيفو. لعب تشامبيونز ليغ، لعب عامين 2 دافيلي لعب تشامبيونز ليغ. الناس ما كيشوفوش لي زيفور اللي كيدير، لكن يقدر يدير اكثر الصراحه، يقدر يدير اكثر. لكن دابا نشوفوا فرنسا الماتش الاول بروميير ميطون ضد السنغال يلعبوا بشويه عليهم كيدوروا. انا قبل لي زيكيب بزاف الفرق كيلعبوا بلوك با ما كيخرجوش بزاف. دابا النيفو غيطلع بشويه في لا كومبيتيسيون. و ود مزراوي تبارك الله تري اغريسيف
عنده كل شيء اوفونسيفمون تري بيان واصلا ما كيلعبش بوز ديالو. ما كيلعبش بوست ديالو فوالا. انا هضرنا مع ايوب، انا لعبت ا droite و ا gauche في لو بوزيسيونمون في لي تاك في ديفونسيفمون حتى في السونتر غيان افوار لا ماتوريتي تاكتيك راه ما يمكنش تبارك الله. غيان وكيف فكرني يمكن تبارك الله إلا عقلتو اغريسيفيتي و تري بروبر تري كيلعب سامبل كيوصل لقدام ما غيدريبليش الا يقدر يسونطري غيسونطري مزراوي يجي يمكن تري جوست. كيفكرني في البروفيل ديال فيليب لام الا عقلتو عليه ديال المانيا. فيليب لام يمكن من كان لاترال هو كيلعب يمني ضغواتي وكيلعب كيلعب لي بوست كامل كتحس به كيلعب بحال جوكر واحد بوليفالونس عنده بشكل كبير كتحس بها زعما يعني ما عندوش فرق ما كيحسش بواحد الفرق انه يلعب في هاد البوزيسيون ولا البوزيسيون. ومزراوي بصح بروف هاد القضيه ومهمه انا واخا كنا كنقولوا قبل ان كوت غوش خصو يكون واحد غوشي اللي خصو باش يسونطري وباش بزاف ديال الحوايج، ولكن ديك الكره شحال هذه اللي دابا في هاد الكره اللي مودرن بزاف ديال الحوايج كما كنقولوا موبيليتي تكنيك الادوار ديال هذاك اللي غادي يلعب في اليسار يدير بزاف ديال الادوار كما كيديروا مزراوي. واكثريه نقدر نركز على الكوتي ديفونسيف ديال مزراوي لحد الان ما كاينش شي بروفيل زعما في لي لاتيرو زعما او نيفو ديفونسيف واصل مزراوي في هاد لا ماتوريتي وفي هاد ديفونسيفمون تبارك الله نيميرو تبارك الله تبارك الله. وتيبين لك بان لاعب تبارك الله بواحد لا بيرسوناليتي كبيره بزاف. فؤاد علاش؟ لان نتوما لاعبين احترفتوا تبارك الله في دوريات اوروبيه، هو اغيغ دغوا الا بغينا نقولوا لا ميليو تيران دو ناتور باش انه يضحي ويلعب في الجهه اليسرى. راه داك ليغو ما تيبقاش، تيبان بان التاثير ديالو ايجابي على المجموعه. اكثر من ذلك انا اللي عجبني فيه هو انه هذاك لادفيرسير ديريكت ديالو اللي هو رافينيا واللي هو ماكوين واللي هو مثلا في كوب دافريك مع مبومو في كاميرون، تبارك الله ما شفنا حتى واحد اكزاكتومون. وهذا الشيء تيبين بان فعلا عندنا واحد اللاعب اللي هو سبيسيال. بغيتك ترجع ايوب الحديث على حكيمي شويه. شنو بان لك الاداء ديالو مقارنه بالمباراه الاولى؟ انا بان لي بانه اشتغل بشكل جيد دفاعيا، ما بقاش يعني داك السخاء بزاف هجوميا، لان مباريات من هذا النوع خصوصا مع 1-0 ما كانش بامكانه انه يغامر اكثر. لا حكيمي حنا بالنسبه لنا عندنا واحد السلاح يعني كنشوفوا انه ديفونسيفمون مزيان اوفونسيفمون اكثر يعني اكسبلوزيف من احسن ارياضه يعني في العالم دابا بدون نقاش. يمكن ما نتسناوش منه حاليا مع لونطام ديال المونديال نتسناو منه بزاف زعما. يعني كنعرفوا ان المنتخبات الكبيره كما قلت انا وفؤاد في الاوف، المنتخبات الكبيره كيمشيو طالعين كيمشيو كيمونطيو شويه بشويه. يعني فاش كتجي تحط كاع لي زيفور ديالك في كاع لي كارت ديالك في الماتشات الاولين صعيبه، وكثر مسابقه موندياليه فيها بزاف ديال لي زونجو فيها بزاف ديال الماتشات. انا بالنسبه لي حكيمي الماتش الاول البروفيل ديال المنتخب البرازيلي كيفاش واجهنا وكيفاش البرازيل كانوا يعني كيجيو عندنا بزاف كنمشيو عندنا كانت واحد المباراه اللي شويه مزيره على مستوى يعني كان خصنا ندافعوا مزيان في ذاك الماتش. وتا التوظيف ديالو مع بي اس جي اللي دار الفرق اللي عطى واحد النقله نوعيه في المسار ديال الحكيمي بالنسبه لي في المسار ديالو كامل الكروي، هو التوظيف ديالو اللي خلاه مع انريكي تكون عنده ديك الحريه الهجوميه راه اللي بيغطيو كيفاش يمشي كيفاش كيبينيتري كيفاش كيجليسي البروفوندور. وهبي كان انه غادي يديرها وعارف هذه القضيه، ولكن على حساب لي بروفيل المنتخبات اللي كنواجهوا. يعني واجهنا منتخب برازيل كما قلنا لي كوتي ديالو تا هما مزيانين اكثر يا رافيني اللي غادي ما فاش كتواجه واحد اللاعب واحد اليلي سميتو رافيني ما غاديش يخليك بديك الحريه الهجوميه تطلع وتكون ليبيغي بزاف. كذلك مع اسكتلنديين لي كوتي يعني يعتمدوا عليهم بزاف، كانوا كيجيو بزاف لي كوتي باش يسونطريو. يعني انا كنعتقد ان التركيز على حكيمي فهاد من دابا، واننا نحطوا عليه ضغط كبير من دابا ونتسناو منه انه بصح يكون داك اللعاب اللي ايديال اللي عارفينه زعما شحال هادي كتجي اننا نقدروا نظلموه، وخاصه ان المسابقه باقي فيها لي زونجو، باقي فيها بزاف ديال التحديات اللي مختلفه. وانا انا زعما جو سوي سيغ ان غنحتاجوا حكيم وغادي نلقاوه يلفا ريبوندر زعما بريزون ان شاء الله. فؤاد كاين واحد التخوف شويه عند الجمهور المغربي من الشارنيير سونترال بتواجد شادي رياض وديوب. سور لو بون تيبان بانه يمكن الخيارات قليله شويه في وجود حلحال وفي وجود مروان سعدان. بغيتك تحدث لينا على الغياب ديال صديقنا نايف اكرد، وتيبان بانه خلى بلاصه كبيره في هذا المونديال. صراحة كان الجمهور المغربي كان خاف على داك لي بوز ديال ديفونس سنترال. كان مشكل ديجا قبل، وبحال قلتي نايف اكرد خلى بلاصتو. نايف اكرد اون فورم و با بليسي، لعب
لعب 100%. ولكن دابا صراحة الشاديريات كيدير خدمته، ما غنكذبوش صراحة في لي دويل، في لاغريسيفيتي، في لي سورتي دو بال تا هما تكنيكمون تبارك الله كيخرج الكواري و سوغان دون سا تيت. عاوتاني جهة أخرى مع ديوب، نقول لكم الصراحة، نقول النيفو ديالو ديوب خصو يكون احسن، سورتو الماتش الاول ضد البرازيل. كاين في لي دويل في لاغريسيفيتي كاين، ولكن في لي سورتي دو بال تكنيكمون في صح. الماتش الاول كان كيرجع بزاف مع الكارديان بونو، وخصو يتحسن في هذا بلي الشيء. هاد الماتش الا بروغريسي شويه في لو جو فيغ لافون فؤاد لا في هاد لا المباراه مع اسكتلندا. الصراحه لادفيرسير سي با الميم. من عندك لي زاتاكون لي زاتو اوفونسيف ديال البرازيل، عندك رافينيا، عندك فينيسيوس جونيور، لي كاليتي ديال لادفيرسير سي با لي ميم. اسكتلندا ما غنقولش كانوا خايبين، ولكن سي با الميم نيفو. وعاوتاني غنطلعوا نوصلوا 16 فينال 8 فينال ان شاء الله، يكون النيفو اخر. خصنا نديروا اتونسيون على هذا الشيء. وبحال قلتي البونتوش حتى هو في اي بوست في لا كومبوزيسيون ديال المغرب غيكون شويه لو بوين دانتيروغاسيون ديالنا. ايوب كاين انا تخوف بصراحه النيف اكاد بالنسبه لي الدور ديالو قيادي، تكتيكي. متفقين الجبل الفني ديال النيف اكاد، داك لو داك زعما داكشي اللي دوز داك التراكم اللي الفيكي. دوز، وهادي فوالا لو فيك اللي دوز بزاف د الحوايج Expérience. مهمه. واكثر لان النيف اكاد هو واحد نقولوا انه هو اللي كان ترانزيسيون بين واحد الجينيراسيون اللي قديمه اللي فيها رومان سيس مهدي بن عطيه، وهاد الجينيراسيون الجديده. يعني كنشوف هنا كتكمن وكتبرز الاهميه ديال لامبورطونس ديال النيف اكاد. يعني ما نشوفوش لاعب تكتيكيا غادي يعطي تكنيكمون غادي يعطي، لا، ولكن نشوفوا الدور القيادي ديالو. وهذا الشيء علاش وهبي بزاف ديال الناس يمكن كانوا كيقولوا ينتقدوا وهبي علاش النيف اكاد غيمشي ما واجدش، نستناو حتى لا ديرنيير مينيت نشوفوا واش واجد ولا لا، واش هابطوا عاد. لا، راه عنده واحد الدور كبير النيف. انا بالنسبه ليا كما قلتي عبد الرحمن عنده واحد لو فيوكي دابا جو بونس من 2017 2018 هو مع ليكيب ناسيونال. عنده واحد لي رول اللي بزاف اللي خلف الكواليس، اللي في التيران كذلك، وديما كان كيبروفي انه واجد، انه حاضر. البروفيل ديال نيف اكاد كما قال فؤاد سيميلر هو الصراحه الشادي الرياض لاغريسيفيتي. ولكن نيف البوان فور اللي كانت عنده هو ديك لا غولونس تكنيكمون لا غولونس. وانت فوالا. لعبتي معاه عبد الرحمن انا اعتقد، وكنتي انا باك كنعقل في 2016 فاش ديتو البطوله مع الفتح، كيفاش عاونتي انك كنتي كتقيدي بواحد الطريقه وكنتو كتكملوا بعضياتكم. وتما يمكن عرفتي ان نايف لي بوان فور ديالو كيفاش انه لا غولونس دار واحد لا ريفوليسيون في البطوله الوطنيه من ناحيه لا غولونس. مورا كنا كنسمع نفس البروفيل ديال بانون مثلا، وهاد اللعابه قلال اللي كيعطيو البروفوندور في لا غولونس، حيت هاد اللعابه بالنسبه للمدربين مهمين بزاف. تقدر تلقى مدافع اللي اغريسيف اللي كومباتون كيدخل في ديال هادوك حتى، وكاين اللعاب اللي غادي يكري من اللور، اللي غادي هذاك لو نيميرو 6 يقدر يعفيه من بلا ما يرجع، يقدر هو اللي يدير لا هو اللي غولونس. غيزيد بالكره. مهمه بزاف مهمه بزاف. تحدثتي على نايف في البدايات ديالو معنا في الفتح، هو خارج اكاديميه محمد السادس. احنا بدا معنا تبارك الله، وكما قلتي بان البروفيل ديالو بانه غادي يحترف، ومشى كمل الخدمه في ديجون مع الفريق. بزاف. انا بحال خويا الصغير أكيد، صراحه. نقول في لي زانترفيو عملتو بزاف، ولكن هو اللي عاون راسو صراحه. كان تري سيريو ولا بروغريسي تري فيت، عنده اللغه تبارك الله لادابتاسيون. وبحال قلت لكم خويا الصغير، وتا في لو جو تعلم بزاف وشد بزاف ديال الاكسبيريونس. بحال قلت الاخ ايوب عنده جو كور، عنده حتى لو جو لون تبارك الله. عنده الدياغونال نتا لعبتي معاه في الفتح في الفوس تبارك الله. انا كنت اريير دروا معاه، هو كان لوبوزي ديالي، كيقول لي غير سير دياغونال بلا ما يشوف. عنده ماشي بلا فورس، لا تكنيك تبارك الله. كتوصل بوينت كورنر ليه كتشدها كيقول لي بلا ما غير سير وصافي. وتبارك الله القضيه مهمه ديال حتى اللاعب خصو يجتهد، خصو يكمل من عنده. لا دابا هو كنشوفو شوف، هو ايوب اسمح لي نهضر عليه، كان جد مجتهد بكل هو صراحه، وتا لونتوراج ديالو كان مزيان بزاف. كلينا. هو النوع ديال تيمشي عند الدراري اللي كبر منه في السن وتيخدم بزاف. مثلا حصه تدريبيه كان تيدير لنا الركراكي مع الخمسه نايف، وغادي شاطر الراي تيجي هو ساعه ونص ساعتين قبل. هو مع سايس خصنا نعترفوا للنايف بها، لان كانوا لي دو غوشي. نورمالمون سايس بالتجربه ديالو هو اللي كان خصو يلعب في الجهه اليمنى، والنايف تبارك الله تكنيكمون نايف تيجي وتيلعب، يعني تيتعذب باش يرجع يلعب تبارك الله. وكان تيخدم لا غولونس بالرجل اليمنيه، لاعب مستوى عالي. نتمنوا له
من المنبر بودكاست سعاده نتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء ان شاء الله. الله لا حتى يجيب لو سونس الشفاء. لابرونتيساج اللي عنده كيكابتي تبارك الله دغيا كنا أكيد. كنشوفوا حتى التجربه عبد الرحمن اللي خدات الاكاديمي وفي الفتح وانه استفد من انكم جاوبتوا يعني جاوبكم مثلا فؤاد ولا انت ولا بزاف د اللعابه كانت كيف هذه القضيه كان يعني. وهنا كنقول ان اللعابه بصح وفرنا لهم واحد لي كونديسيون مزيانين الاكاديمي عطيناهم بزاف ديال لي مويان ولكن حتى اللعاب خصو يكمل من عنده حيت الا ما كنتيش يمكن فؤاد انا يمكن غير كنشوفها او نيفو زعما لا تيوريات لا شي بزاف مرة. ولا شي لا ولكن اللعاب الا ما كانش باينة. باسيوني اوبسيدي مجتهد. وخصو يعني حياته كامله كيعيش بالستيل دي في ديال ان جوار زعما لي كومبلي راه صعيب انه يكمل. يقدر يعطي واحد 3 سنين 4 سنين ولكن باش يمشي ا لون تيرم صعيبه بزاف. نعاودكم بواحد الانكدوت على نايف كانوا واحد جوج المدافعين معنا في الفتح بلا ما نذكر السميه ديالهم. نايف بغى يجرهم عنده باش يمشيو معاه في ليجيان دو فيديو كيفاش ياكل معاه شي يتعشى نايف تيتعشى مع 8 تيعرف شي ياكل تينعس بكري تيمشي يخدم. دوزو معاه يوم واحد دوز معاه يومين واحد دوز معاه 3 ايام. المهم مور خاص الهضره قالوا له خويا حنا ما نقدرش على هذا الشيء حنا بغينا نلعبوا في البطوله. نقول لك بصراحه دابا نجاوب على هذاك الشيء اللي قلتي قالها وهبي رجع من بليسيور ما شد بوا فيزيكمون تبارك الله. مزيان كان واجد وتسنى حتى الاخر باش يقول له ما تقدرش تلعب. هو نيت غايقولها الا ما يقدرش هو غايقولها لك. ولكن كيعجبني على نايف تبارك الله الى على صوف دابرونتيساج ديما كيطلب هادشي الفيديو هادشي كيخدم هادشي. مره كنساولو الحصه هو كنا في ديجون كيخدم لو جو لون ديال ديما كيقول لي سير لي انا ديال تبارك الله لا صوف دابخوندر باغي يتعلم تبارك الله. ان فغي ليدر بواحد الشخصيه خاصه كما قلت يا فؤاد. هاد لا ديسيزيون اللي كانت في لا كوب دي مونديال ان نايف واش يكملوش انا تنعرفو مزيان تري ماتور مؤكد هو انه هو جات من عنده قال لهم بانني انا ما نكونش واجد داكشي علاش تسناو حتى اكيد تسناو تيدير التضحيات لان عقلتي حتى في كوب دافريك اللي لعبنا هنا راه مسكين ضحى وكان بليسي ومشى تيداو في اسبانيا وعارف يعني وحرق الوقت ويمكن دار حتى ديزانفيلتراسيون باش يضحي ويلعب مع دابا المنتخب للاسف الوطني. هاد لي كوليس ما معروفينش بزاف عند الراي العام وبينيون بيبليك ما كيعرفش لا هاد ما لي كوليس عارفينش بزاف داكشي ما عارفش لي أن كوليس ديال لا بليسيور ديال لي داكشي ساكريفيس اللي اللي دار كيحطوا اللعابه يهضر مع عبد الرحمن ديما عارف لي ساكريفيس اللي دار باش الناس ما كيقول له لا ما كانش هو هذاك في كاس افريقيا حيت زعما نهضروا دار باش يرجع باش يلعب ما يمكنش. دابا حتى لعاب بحال اللي قال له اشرف حكيمي ولا يعني الاستفاده اللي غادي يجي باش زعما انه ينسيستي باش يكون شنو الاستفاده اللي غادي يدير الا ما كانش واجد حيت زعما او نيفو فينونسيير زعما داكشي اللي كيتوشي في لي زيكيب لي كلوب ديالو يعني لا مقارنه مع هادشي ديال هنا كيجي غير واحد كيبغي شي حاجه اللي سامبوليك كيبغي يفرح الناس ديالو الناس لا فامي الناس القراب الشعب المغربي ابارتونونس للبلاد ديال اللاعب تيضحي انتماء للبلاد الاصابه ديالو باش تماما. اللي جاد هو بيتوتي بزاف وكيبقى في الدار هو كان ساكن حدايا 500 متر في الدار ما كيبغيش يخرج كيبقى للدار لي جين دو في تبارك الله. دزت عامين مع تبارك الله اكزومبلير نايف الله يشافيه من هذا المنبر. غادي نرجعوا للبروفيل اخر وبغيت الراي ديالكم بكل صراحه. كان خبر صار ان واحد من لاعبي المنتخب الوطني تما في الولايات المتحده الامريكيه انه يوقع عقد مع بايرن ميونخ اللي هو السيباري. في نظركم تنعرفوا بان البايرن ميونخ هي واحد المؤسسه انستيتيو كبيره اللي فيها ناس تفهموا في الكره يعني راه دي ليجوند دو فوتبول المان. وقع الاختيار ديالهم على السيباري. شنو تيمثل لك فؤاد هاد الزخم تبارك الله هاد لا كاليتي اللي ولات عند اللاعب مغربي؟ عندنا لاعبين تيلعبوا في ريال مدريد اولمبيك مارساي باريس سان جيرمان ودابا غادي يجي لاعب اخر غادي يكون ان امباسادور. قبل كان بن عطيه مزراوي ودابا السيباري البايرن ميونخ. هو صراحه جاوب في التيران بايرن حطوا الفلوس على سيباري وجاوب في التيران. بحال قلتي الناس كيعرفوا الكره بايرن ميونخ تري غراند انستيتيوشن في الفوتبول اوروبيان وشافوا داكشي اللي دار في بي اس في بي اس في مع الشامبيونز ليغ كلشي شافوا ربحوا البطوله ديال هولندا وتبارك الله عنده واحد بروفيل يقدر يلعب ايلي يقدر يلعب 10 يقدر يلعب اتاكون فو 9 يقدر يلعب هما كيعجبهم داكشي لي كلوب لي بروفيل ولي كوتش اللي كتكون بوليفالون كيقول لك اي بلاصه غادي نحطو يكون ريغولي وكومبيتيتيف. وعلى مثلا مزراوي كيلعب مانشستر يونايتد حكيمي باريس سان جيرمان دابا 2 fois vainqueur de la Champions League ou meilleur pour moi meilleur latéral
droit du monde. وانا اللعابه تبارك الله كيلعبوا بوعدي دابا شحال لي كلوب بغاو. عيناوي كيلعب لا يسروم تا هو تري كومبيتيتيف. بلال خنوس كيلعب في الالمان تبارك الله تا هو ممكن غيكون عنده بروبوزيسيون كيدير مازال هو صغير وكيدير دي بون بريستاسيون. صراحه دابا عندنا اللاعبين كيجيو من لي كلوب كبار وكنشوفوا داكشي في المنتخب هاد لو ميلونج وكلشي. حنا فرحانين بزاف نشوفوا هادشي ونتمناو يمشيو بعيد في هاد الكوب دي موند ان شاء الله. ايوب السيباري دابا هو هداف المنتخب الوطني، تيبان لك هاد لا سيناتور مع واحد من اعرق الانديه العالميه الاوروبيه، واش غادي يكون عنده انعكاس ايجابي على المعنويات ديال السيباري ونشوفوا يمكن واخا تبارك الله راه غادي مزيان نشوفوا يمكن اداء افضل؟ هذا افضل. وكون فكرنا في العكس عبد الرحمن ان بايرن ما غاديش تتعاقد مع السيباري حتى الاخر ديال المونديال وداك الشيء. هنا فين غادي زعما يتبيرتي وغادي تلعب ليه على المونطال بزاف. غادي يبقى يفكر خصني ندير بريستاسيون واش غيبقى يفكر لافونير ديال حيت ايمان زعما هذه القضيه زعما او نيفو ديكيب اكثر يمكن كاع المنتخب. زعما هذه غتخرج زعما ايمان زعما ماشي حتى لا كونفيونس غتجي على قبل فوالا. او بايرن دو ميونيك تبارك الله عليك لي زالمون هذيك الفكره تري او نيفو. على قبل يقول لك ما نديروش سيناتور تاع فوالا. من الاول داز لا فيزيت ميديكال ديالو فوالا هو يكون مرتاح في حتى لا فوالا حتى لا psychologiquement. مارشون ديالو حتى تقدر تطلع طلع فوالا. قريت واحد الارتيكل قالوا انهم طلع زعما دابا. سي في اكسبري انهم دابا يتعاقدوا معاه قبل حيت عارفوا ان لي بريستاسيون لي بيرفورمانس اللي يقدر يدير غادي تولي منافسه عليه. وعاوتاني دي زوتر كلوب يقدروا فوالا يدخلوا يدخلوا في دونك القضيه النيغوسياسيون. كتبان لي بوزيتيف انه غادي يرتاح مونطالمون. دابا مبين لي واحد الطريق واضح زعما في لافونير هو ديالو عارف عارف لا ديستيناسيون ديالو. وهاد القضيه تزيدو الثقه بالعكس يعني. السيباري يمكن قبل الماتش الاول داخل انه لعب بي اس في ودابا في الماتش الثالث داخل انه لعب ديال بايرن. غيكون واحد لا ديفيرونس كبيره. غيكون واحد لا ديفيرونس كبير. وهاد القضيه غادي تنعكس بشكل يعني ايجابي بزاف على المنتخب وعلى لا كونفيونس. حتى هاد لا ريشيز اللي عندنا دابا في المنتخب اللي فيكتيف كنشوفوا ان لا كونكورونس اللي ولات راه يعني ماشي اي لاعب دابا يقدر يكون كيلعب مثلا في ساوثهامبتون ولا شي حاجه مثلا يقدر يضمن بين قوسين يضمن انه يجي المنتخب يعني كنت كونفوكي كاع فوالا. دونك بزاف د اللعابه يعني خلى بزاف د اللعابه دابا حتى لابا طلعت بزاف. وهاد القضيه مهمه. دابا المنتخبات العربيه والافريقيه ما عندهاش هاد لا مارج ديال لي زوبسيون ديال اللعابه بزاف بهاد الطريقه بهاد واكثريه عندنا واحد الميلونج كما قال فؤاد بين اللعابه اللي كيلعبوا في برا وحتى اللعابه اللي ولا كيانتيغراو شويه بشويه كيجيو من البطوله كيجيو من يعني من لا فورماسيون اللي هنا ديال المغرب. هاد القضيه مهمه. دابا حتى الفرق نقدر نشوف انني في اكاد انه برودوي ديال الاكاديمي برودوي ناسيونال 100% مع رومانسيس برودوي اللي بغينا وقع هنا تكون في فرنسا. فاش كيلعبوا ما كتحسش زعما بان لا خدا زعما كانت عنده لابرونتيزاج من برا ونايف من هنا. وهاد القضيه مهمه هنا زعما صافلت ان الكره المغربيه خدمت على لي زاسبي بزاف لا فورماسيون على لي مويان على بزاف ديال الحوايج. اهم حاجه على لا مونطاليتي هاد القضيه مهمه. يعني ما يمكنش تبدا واحد البروجي وتبدلو وتحطو مزيان ويكون بلا ما تغير لا مونطاليتي. وهاد القضيه اللي كيهضر عليها يمكن البريزيدون فوزيق جا لي ريسبونسابل قالوا ان لا مونطاليتي هي اول اونجو اللي خصنا نبدلوه واللي خدموا عليه واللي دابا كنشوفوا انه لي فخوي ديالو ولينا كنقطفوا. المونطاليتي خصنا نبدلوها تمشي مع لا كاليتي اللي غتخلينا نهضر على بوعدي خويا فؤاد. بوعدي في المباراه الاولى نكونوا صريحين الجمهور كامل لي تكنيسيان غيكون ما تفاجئوش ولكن الجمهور تفاجئ بالاداء ديالو. المباراه الثانيه الى كونفيرمي في نظرك مؤكد هو انه بهذا الاداء تبارك الله هو صغير في السن غادي يجيوه عروض كبيره انه يمشي لدوطخ كلوب. في نظرك هو تيتالق دابا في ليغ 1 في البطوله الفرنسيه شنو هي البطوله اللي يقدر يزيد يتعلم فيها ويتالق فيها ولكن يغاردي لا تيتولاريتي ديالو؟ صراحه هاد اللاعب تبارك الله تري بوزي جاب الباك قبل لاج ديال الباك والانتوراج ديالو تا هو مزيان. وكتشوف منين كيهضر كتشوف في التيران. العام اللي فات لعب مع ليل تشامبيونز ليغ ضد ريال مدريد كان هو احسن واحد. هو كان عنده 17 ولا 18 عام وكتشوف واحد لا ماتوريتي اللاعب تبارك الله
في التيران ما يمكنش في هاد لاج ما كنشوفوهاش. والماتش اللي دار ضد البرازيل تبارك الله. شي واحد اللي قبل الماتش في لي ماتش امريكي كيقول له بوعدي شويه شويه، ودابا الناس ديما كيهضروا ولكن من بعد كيشوفوا في خصنا نشوفوا في لا كومبيتيسيون. هو غران كومبيتيتور تبارك الله، ونتمناو يمشي بعيد. ودابا بزاف ديال لي كلوب غيدير يفون سو بوزيسيوني sur ce joueur، ولكن انا ما خافش على هذاك الشيء. هو الى تيت سور لي زيبول، مربي تبارك الله، وغيدير لو بون شوا ان شاء الله. انا الا كنت انا بلاصتو نعطيك فكره ديالي، ما خصوش يمشي شي كلوب بحال مدريد، ولا خصو يكون واحد ايتاب انترميديير بحال درنا هي كان في لو فوز. عيط ليا مسكين واحد انا دوك عيط ليا قبل يجي لديجون. ديجون شاور قال لي معاك. قبل يجي مسكين قال لي نقدر نهضر معاك، بغيت نعرف الفكره ديالك على. قلت له شوف خويا انا ندير شويه لي زيتاب شويه بشويه. وجا ديجون دار عامين، مشى الرين، مشى الانجليز، تبارك الله دار. وعلى داك بوعدي الميليو في ريال مدريد مثلا نقول له عامر، وباش يلعب ما خصوش يمشي شي كلوب فلاش ديالو وما يلعبش. يلعب 15 مينوت 20 مينوت صعيبه عليه، وخصو يبقى يلعب. وليل كلوب تبارك الله مزيان صراحه، عندهم لا فورماسيون مزيانه، عندهم كلوب تري ستركتوري. وانا بالنسبه لبوعدي خصو يدير شي ايتاب انترميديير قبل يمشي شي كلوب كبير. ايتاب انترميديير تقدر تكون فرنسا، تقدر تكون بطوله اخرى. تقدر تكون فرنسا، تقدر تكون في الانجليز، في اسبانيا. عنده بزاف الحلول. ابخي لو شوا اللي هو اللي غيديرو ان شاء الله. ونتمناو يدير لو بون شوا بور سا كارير، باسكو سا بو اتر يقدر يكون صعيب على لا كارير ديالو الا دار ان موفي شوا، سورتو هاد لاج. ايوا نهضر معاك وهاد النقطه انا ما غنكونش كلاسيكي في الحوار ديالنا، غنكونوا واقعيين. فؤاد قال واحد النقطه مهمه بزاف. بوعدي هو واحد الشاب مغربي استطاع انه ينجح دراسيا، ان غران ماتيماتيسيان. خدا الباك كما قال فؤاد قبل الوقت ديالو، فاز بواحد جائزه الخطابه في فرنسا، ليسونس ماتيماتيك. ليسونس ماتيماتيك. وتيبان تبارك الله تواضع تبارك الله الطريقه ديالو. وحتى اللاعبين اللي كادر ديكيب ناسيونال دخلوه عندهم ولاو تيثيقوا فيه، وهذه ماشي سهله. تتبين بان الوليد اولا اخلاقيا مربي مزيان، ثانيا الكره ديالو تتخلي انه لعابه عرفوا غادي يعطيهم واحد لو بلوس، دونك تيثيقوا فيه. من خلالك ايوب التجربه ديالك، كاين شباب في البطوله المغربيه تيجيو هاد الوقيته من الاوقات، خصوصا في التكوين الدراسي ديالهم في الليسي، يمكن تيفرط بنادم يعني في المنهج ديالو مثلا تيركز بزاف على الكره. وهذا كان فغي اكزومبل. غادي يقولوا لي الناس لا فرنسا يمكن ماشي هي المغرب، تما تقدر توازن، ولكن الحمد لله وصلنا في المغرب انه عندنا اكاديميات، وتبارك الله خير مثل اكاديميه محمد السادس اللي خلات انه اللاعب الشاب يقدر يدير دراسه ورياضه. كاين اكاديميات وكاين دي سونتر فيديرو اللي خلقتهم الجامعات في مجموعه من مناطق المغرب، من بركان لبني ملا الدار البيضاء وبلايص اخرين. شنو هي الرساله اللي تقدر توجه اترافير بوعدي؟ انا بوعدي بالنسبه لي واحد لو موديل زعما اللي ايديال، حيت قريت واحد الانترفيو داروا مع ليكيب. اول انترفيو غادي يديروا هو برو، هو غادي يطلع ليطاب برو مع ليل، وقال بزاف ديال الحوايج. من خلال داك الانترفيو تفهم بزاف الشخصيه ديال بوعدي والاسرار ديال انه وصل لهذا النيفو. قال لهم ان لا فورماسيون الصح اللي كانت عنده في ليل عاوناته انه ديما يخلي يغاردي الكونسونطراسيون ويحاول ما يتاثرش بدوك يعني فاش كنشوفوا انه بوعدي في هذا الوقت ولا هو محط الاضواء ولا بزاف ديال لي ليميغ عليه وبزاف ديال الحوايج، حاول ديما تبقى عنده ديك السيرينيتي ويبقى ديما مركز. ويبقى قال عاوتاني في واحد الحاجه اخرى انه الدراسه بالنسبه لي شي حاجه مهمه، ودار كوم ان ثيرابي. زعما في المات كان ديما فاش كيسالي مثلا روتين ديال النهار ديال اللعب، كيدخل للدار كيحاول يقرا شويه المات وداك الشيء. وبالنسبه لي واحد الثيرابي اللي مهمه، واحد الالتيرناتيف باش تعاونوا انه يخرج من داك لا روتين ديال الكره. انا كنشوف الموديل ديال بوعدي وما خايفش عليه الصراحه. زعما الماتش الاول كان هذاك العالم كامل كيهضر عليك ودرتي داك البريستاسيون مع البرازيل. الماتش الاول كان شي موديل، كان شي بروفيل اخر، شي لاعب اخر، الماتش الثاني يقدر ما يجيش ما يبانش، خاصه الا كانت عنده واحد كان فراجيل مونطالمون دغيا كيتاثر دغيا زعما اي حاجه تقدر تديه واحد الطريق اخر.
ولكن بوحدي شفنا كيفاش كاردا زعما ديك لو سون فخوا ديالو في الماتش الثاني كان بواحد البريستاسيون اللي مزيانه هادي. يعني وهذا واحد الموديل اللي بالنسبه للاعبين الممارسين حاليا ان راه كلشي كيجي من انطلاقه من الذات. يعني كتشوف لي موين اللي محطوطه في المغرب، لي كونديسيون، اي حاجه بغيتيها ولينا يعني مع فرنسا في نفس النيفو ديال لا فورماسيون، نفس النيفو ديال يعني كما قلنا الامكانيات. يعني ما بقاش دابا عذر للعاب حاليا انه يريكولي ويلعب في المغرب، انه ينحرف مثلا على واحد المسار اللي يعني شحال هذيك كنا كنقولوا لي موين ما كانوش. اللاعب خصو يضمن مستقبله في الاول، خصو ياسيغي واحد لو كوتي فينونسيير. دابا لا، دابا كلشي مقاد من الاول وخصك تضحي لي ساكريفيس مهم بزاف. يعني ما كتبان بالهضره سهله ان اللاعب في المغرب دار 18 عام 19 عام والاضواء ولاو عليه، ولا مثلا كيهضروا مع لي ميديا، كيهضروا الجمهور كيعرفوا داك الشيء. ولكن باش تكمل في داك البروسيس، باش تكمل في داك السيركوي، خصك تضحي. خصك نتوما يمكن اكثر وحدين عبد الرحمن وفؤاد لي ساكريفيس اللي درتو باش تبقاو في نفس النيفو، باش اوغمونتيو كذلك. يعني ما كتبان سهله، ولكن او نيفو براتيك راه كتبان صعيبه بزاف. ايوب غتهضر معايا فؤاد دابا لو بابا فؤاد لو بابا. انا نكون معاك واضح، دابا في المغرب الشباب المغربي كلشي بغى يلعب الكره. كاين نسبه ضئيله اللي باغا تكمل القرايه ديالها والكره، وكاين واحد النسبه اللي باغا تنجح في الكره ولا قدر الله ما يمكنش كلشي يلعب الكره. واحد لا جينيراسيون مثلا يو 18 ما يمكنش تبارك الله راه فيها الالاف، ما يمكنش. شنو لو كونسي، شنو هي النصيحه ديالك ليهم باش ما يفرطوش في القرايه ديالهم؟ لان لا قدر الله تقدر تجي شي بليسيور وتضيع الكارير كامله. يقدر ان شوا دونترينور يوقفك وتصدق انت ضحيتي ولا ضيعتي القرايه ديالك على حساب الكره. شنو النصيحه اللي تبغي تعطيها فؤاد دابا انت تبارك الله وليتي في المغرب، عاشرتي الشباب الاطفال المغاربه، بغيت ان كونسي ديال واحد ديال اللي دوز هاد التجارب ودازو قدامه دي زيكزومبل شافهم بعينه؟ انا نجاوبك صراحه. انا هو ليكزومبل ديالي. انا كنت ساليت، كانت عندي باك بلس 5 ماستر 2 اون ايكونومي. تبارك الله. الوالد ديالي من الاول قال لي سالي القرايه ديالك. ساليت القرايه ديال اللي بغيت، و 2 ans 2 ans باش نوصل بروفيسيونيل. كنت انا كنلعب في اماتور، والباركور ديالي من بعد مشيت 4 ديفيزيون فرنسا. لعبنا كوب دو فرانس، غلبنا جوج فرق ديال ليغ 2، ولعبنا كارد فينال كوب دو فرانس ضد فرقه ليغا. وكيتفرجوا لي كوتش لي ريكروتور وعجبهم الحل، وصافي مشيت ليغ 2. لكن باش نقول لك واحد لو كونساي، بحال قلتي كارير بروفيسيونيل صعيبه بزاف، دير بزاف لي ساكريفيس، تكون بري مونطالمون. انا كنشوف الدراري انا دابا خدام في الاكاديمي، اهم حاجه اللي كنديرو لا ديسيبلين، كونسونطراسيون. ديما يسمع لي كوتش، يسمع لي كونسين، لي ريسبي ديال لي زادفيرسير، ديال ليبرجمون، ريستوراسيون. الناس كاملين خصهم احترام. و بحال قلت لك لو كونساي لو بلوز امبورطون الفوت، بحال قلتي الا كان عنده شي بليسيور ما عندوش شي باجاج، اش غيدير من بعد؟ فين غيمشي؟ اش غيدير؟ كيحلم يلعب كره بروفيسيونيل، الا ما بليسيور 17 ans 18 ans مابقاش يلعب ليغامون كروزي، حتى فرقه ما غاتشدو. يعني مهمه القضيه ديال بلومبي خص يكون في واحد دونك خصو يتبع قرايته مزيانه فؤاد. بيان عطيه سور، هضر بيان معايا سور. بالدارجه فؤاد في هذه، لان هاد الرساله غتوصل لفؤاد. خصو يعرف بان اللاعب راه ماشي القرايه كلشي. تري امبورطون. قال لها الاخ ايوب، شوف بوعدي مثلا عنده كيلعب بروفيسيونيل، يقدر يقول صافي انا مازال كيدير ليسون ماتيماتيك، كيدير تبارك الله. لا اهم حاجه هو حتى في لا ستابيليتي مونتال، لانتيليجونس دو جو. الا بغيتي تكون لانتيليجونس دو جو عندك وما ما كتقراش، والقرايه كدير بساله وكدير شي حوايج ماشي هما هذوك، صعيب باش عاوتاني صعيب باش توصل. اكيد. وعاوتاني اسمح لي في دابا حتى في لي سونط دو فورماسيون في فرنسا مثلا، الا ما عندكش لي ريزولتا سكولير مزيانين، ما كتخرج من السونط دو فورماسيون. ياك ما بقاش داكشي. الا ما كانش عندك نقاط مزيانه تيخرجك من صوت الفورماسيون. لا ديسيبلين كدير بساله، ولا ما عندكش النقاط مزيانين في القرايه، كتخرج من لا فورماسيون. يعني سمعت فؤاد حتى لا ديتيكسيون وصلت لفرنسا الفورماسيون واحد النيفو اللي في شكل زعما طالع بزاف، ان حتى لي بارون حتى لي كلوب كيهضروا مع لي بارون ديال لو جوور الصغير، كيشوفوا مونطاليتي ديالهم كيفاش لا فيلوزوفي، كيقدروا يتبازاو حتى على الكومبورتمون ديال لي بارون لي فيلوزوفي ديالهم باش يقدروا ايفاليو
اللعاب وشي واش غادي يطلع، حيت هنا حتى لونتوراج مهم بزاف، داكشي علاش قلت انا ان اللعاب اللي مفيزي واحد الهدف خصو يضحي. يعني راه غادي تحرم راسك من بزاف ديال الحوايج، هذه مهمه، تحرم راسك من بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج اللي كنا كنقولوا انهم كديرهم في صغرك عادي وداكشي، ولكن كتدخل في واحد البروسيس اللي ما فيهاش لا مارج ديال انك تغلط. حديث شيق خلانا نوجهوا رسائل، وتنظن بان البرنامج ديالنا اكيد الهدف هو نهضروا على كاس العالم والمنتخب الوطني، ولكن فاش جات النقطه ديال اننا نتحدثوا على نصائح من هذا الحجم ومن عند هاد الناس تبارك الله والتجربه ديال السي فؤاد، فضروري كان خصنا نتحدثوا عليها. دابا غادي نعرجوا على المباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب هايتي. كيفاش تتوقع السيناريو ديال المباراه فؤاد؟ السيناريو الماتش الثالث صراحه خصنا نربحوا الماتش، نكون ديريكت معكم. اي فرقه غيدير باش تلعب خصها تربح، كمان اوني با سور ديتر كاليفيي. هايتي الا ربحنا هايتي اولا وما ربحنا ودرنا تعادل، خصنا نتسناو لي ريزولتا ديال لي زادفيرسير ديالنا. حنا ما بغيناش داكشي، ما بقاش هذيك القضيه ديال اننا كنتسناو لي ريزولتا. لا، خصنا نربحوا، نبقاو في لا كونتينيتي ديالنا، لا ريغولاريتي، نجاوبوا في التيران باش نكونوا صراحه فيني برومي دو جروب باش تلعب ضد دوزيام ديال الجروب اخر. ايوب، انت في نظرك تنتظر شي تغييرات في التشكيله؟ واش المدرب يقدر يدير تدوير، يريح لاعبين رسميين ويدخل اخرين، او لا غيحافظ على نفس التشكيله؟ لا، كنظن لا روتاسيون غادي تكون شويه، حيت كما قلنا حنا اوني اون تران دو جيري لا كومبيتيسيون زعما في الشموليه ديالها. يعني ما كنلعبوش مباراه بوحدها، كنجريو واحد كومبيتيسيون كبيره. دونك هنا كيبان لي ان لا روتاسيون مهمه، والستاف تكنيك غادي يدير هذه القضيه، غيحاول انتغري واحد اللعابه اللي ديجا كانوا كيدخلوا دي رومبلاسون في ماتش الاولين، باش يعطيهم واحد لاماج ديال الانسجام، لانهم يثيقوا في راسهم. وبغينا لك غنمشي على الورق سير لو بابي، زعما حنا مع هايتي عندنا واحد لافون، عندنا واحد لي زافونتاج. دونك حتى لي زاتونت او لي زيكزيجونس ما غاديش تكون عندنا زعما بنفس الدرجه ديال الماتشات الاولين. يعني هنا غادي يكون عندنا واحد لاماج ان نقدروا نعطيو نديروا عناصر جديده، حيت باش حتى النيفو زعما فيزيك مهم اننا نجريوه مزيان. يعني ان شاء الله حنا كنقول واحد 99% غادي نتاهلوا للدور الثاني، واخا في لو بيغ دي كا زعما نتاهلوا للخوازيام مثلا. ولكن الماتش الجاي ديال الدور 32 تما غادي نحتاجوا ان المخزون البدني يكون مزيان ديال اللعابه، يكونوا في واحد ليطا اللي فيزيك مزيانه. داكشي علاش هاد المباراه ديال هايتي كنشوفها بروفا غادي نتعاملوا معها براغماتيه بواحد الواقعيه. خصنا نربحوا، ولكن غتعطينا بزاف ديال الحوايج، نستافدوا منها بزاف ديال الحوايج او نيفو دو كونفيونس، او نيفو ديال الكومبيتيتيفيتي ديال اللعابه الجداد اللي يقدروا يدخلوا. يعني لا روتاسيون اللي نقدروا نديروا، يعني هذه القضيه مهمه. مباراه هايتي ان شاء الله انا متفائل بزاف بناء على المباراه الاولى والثانيه ديال البرازيل واسكتلندا. متفائل اننا غادي نقدموا مستوى زوين، وغادي اهم دابا خصنا نحققوا النتيجه اللي مهمه ونكونوا براغماتيك. يعني في 2022 راه ما كناش كنركزوا بزاف. فاش جا سي وداد كلاكي في 2022 ما كانوش الناس كيقولوا ليه لا علاش ما كديرش اداء مزيان، علاش كنا كنشوفوا ريزولتا، كنخرجوا للشارع كنحتفلوا وبخير كلشي مزيان. يعني اليونان في 2004 2004 الى عقلتي يا فؤاد، اليونان في اليورو 2004 كانت اوتسايدر، جات يونان هي لا غريس فؤاد، لا غريس ربحوا البطوله ديال 2004 بواحد حتى واحد ما يتسنى هاد الفرقه توصل فوالا. ودابا كنعقلوا كان في لي زارجيف كنقول اليونان هي اللي داتها، واش ماشي ما كنقولوش دارت اداء مزيان. حنا بصح المغاربه دابا اكزيجون، هذه خصنا الاداء، خصنا بزاف الحوايج، ولكن داكشي غادي بروغريسيف. انا هذه هي النقطه اللي مهمه بالنسبه لي، ان غاديين كنطلعوا. ايوب انا شويه نختلف معك، لان لوبجيكتيف تيبان لي فؤاد وقيله هو انه خصنا نلعبوا مع هايتي ونحاولوا نسجلوا اكبر عدد من الاهداف باش في الكولافيراج، حيت غنتقادوا هذا الشيء في حاله الى ربحت البرازيل اسكتلندا، غنتقادوا في النقاط وبالتالي غنحتاجوا الكولافيراج، لان البرازيل ربحوا بثلاثه. يمكن حنا دون لوبليغاسيون انه ما يكونوش تغييرات كبار باش نسجلوا اكبر عدد من الاهداف، لان لا حتى لينا المرتبه الاولى اولا ما كان الاقامه تيبقى هو ما تيكونش تنقل، وهذا غيكون افونتاج. بالك فؤاد على هذا السؤال على الكولافيراج مهمه، باسكو نقدروا نكونوا تعادل في كل شيء، تعادل في النقاط، خصنا نسبه الديفيرونس كولافيراج. وما هايتي كإليميني ما خسروا جوج ماتشات، صعيب باش يجوا في لا كورس. وعاوتاني خصنا نسوانيو الكولافيراج و لي زوكازيون باش نماركيو ان شاء الله. نتمناو فيني بروميي دو جروب
ان شاء الله. ويكون الماتش ديال اسكتلاند وبرازيل غيكون ماتش صعيب على البرازيل. ما خصهمش يسحب لهم صافي ربحوا البرازيل ويقدروا يتعادلوا، ولا الا اسكتلندا ربحت البرازيل هما اللي غيدوزوا. داكشي علاش الماتش غيكون مهم ومزيان لينا حنا نلعبوا ايتي وما غيتدابزوا بعضياتهم. تيبان لك يقدر يتوغني شويه في الاسماء، يدخل اسماء اخرى زعما يدير دي شونجمون. خصو انا بالنسبه لي ضروري خصو يدير شي 2 ولا 3 شونجمون. مثلا عطاني لي بوست، مثلا تبغي تشوف لعابه اللي تبغي تشوفهم رسميين. انا كنت طالبي، انا عجبني كيدخل مزيان، وخصو تعطي لا كونفيونس. و الا وصلنا 16 فينال 8 فينال، وخصنا ما ننساوش الا وصلنا 16 فينال يكون لي ماتش اليميناسيون ديريكت. ما بقاش لا عندنا ماتش مازال عندنا، لا اليميناسيون ديريكت. خصنا نكونوا واجدين. الا لعبنا طالبي اليت تشوف الخنوس غيرجع بلاصه اناحي ولا غتريح خنوس. بغيت نعرف افكار بحال هكا. حنا غير تناقشوا مع الاختيارات كامله السوابي، حنا غير تناقشوا بيناتنا. عاوتاني وناحي وخنوس لعبوا جوج ماتشات كازيمون تو الماتش. يقدر يدير طالبي في بلاصه خنوس يقدر يخلي بلاصه بحال قلت بلاصه اناحي. انا كنت نقدر نخرج تا دياز تا هو باش يرتاح شويه. لي كادر ديالنا خصهم يرتاحوا شويه باش نكونوا واجدين الى دزنا 16 فينال ان شاء الله. انا اسمح لي نقاطعك عبد الرحمن. القضيه ديال الحسابات خصنا نجيو الاولين باش مثلا يكون عندنا واحد السيركوي اللي شويه غادي بريفيليجينا باش نواجهوا منتخبات اللي بواحد البروفيل. فاش كتدخل الكومبيتيسيون بحال المونديال يعني خصك تحيد من راسك هاد الحسابات. انت عندك واحد البلافون ديال انك تواجه اقوى المنتخبات مادام داخل. متفق معك ايوب، ولكن اسمح لي ايوب، ولكن دابا حنا راه 6 مونديال ياك، ولا 5 البارح. دونك الطموح ديالنا مشروع اننا نتصدروا المجموعه. بغينا حنا نشوفوا المغرب وتحت منه البرازيل ولا طبيعة الحال. لا هو طبيعة الحال اكسبلور مزيان، ولكن الا فكرنا اننا شنو غادي نستافدوا من هذا التصدر المجموعه باش نواجهوا واحد المنتخب اللي اقل مثلا مستوى، واحد المنتخب اللي نواجهوا الا كنا الثاني والثالثين، هاد الحسابات ما خصهمش يبقاو. حيت الا مشينا في هذه اللوجيك عبد الرحمن في 2022 تصدرنا المجموعه مثلا غير تحطنا التيراج وزور مع زعما مع الاسبان في الثمن، غنقولوا صافي لا ما يمكنش. حنا يعني لا مونطاليتي خصها تبدل لي، لاننا حنا بغينا كرهنا انسايدر خصنا نعولوا اننا غادي نواجهوا. ما بالكش دابا هادشي اللي تبدل اننا نكونوا حنا الاولين في الترتيب. لا الا كنا الاولين في الترتيب زعما كون بريسيج مزيان، ولكن يكون داك لافونتاج ايوب ديال انه المتصدر الترتيب ما تيهزش الريحات ديالو تيمشي لولايه ولا مدينه اخرى، تبقى في المدينه ديالو. ما ناخذوهاش من داك الكوتي لاننا بغينا نكونوا الاولين باش نواجهوا واحد المنتخب. هذا المنتخب انتل مثلا ادفيرسير ولا لا تشوف انت الاول دونك انت بسم الله هذا المونطاليتي خصك تمشي لانك خصك تعول على اصعب حاجه. ايوب هاد الحسابات راه مهمه. بس ما نقول لك علاش، لان هاد ديبلاسمون لانك تهز الرحال ديالك وتمشي وتما راه المدن وليت راهم بعاد. عرفتي غير باش ديبلاسمون ديالك في لونفيرونمون انت ولفتي واحد لوطيل اللعابه ولفوا واحد لاشومبر. لا هاد لي ديتاي مهمين ايوب، مهمين بزاف. مهمين لان داك الديبلاسمون تيبان لك واخا يكون في الطائره راه لا فاتيك تبقى في المطار تتسنى تمشي تجلس. لي زابيتود ديالك كانت عندك خا اللوجيستيك دابا ولا ما كنهضروش كاع على اللوجيستيك. اللوجيستيك بزاف كاع ولا اللعابه عندك لي زابيتود ديالك لا روتين ديالك بغيتي تبقى في هذيك لا روتين. ولكن اهم حاجه اننا خصنا زعما نعولوا اننا نواجهوا اي منتخب، فهمتي، نوجدوا زعما راسنا حتى بالمونطاليتي تكون زعما ديجا بريباري. ولكن اسمح لي بدلات هذيك المونطاليتي. كنت قبل حتى في لي جورنو في فرنسا وكلشي في هضرنا على ليكيب وداك الشيء اللي كيديروا لي بلاطو وكلشي. كنت مثلا كنلعبوا ضد البرازيل نقول له الا احنا ربحنا البرازيل بحال اكسبلور. دابا ما بقاش اكسبلور. دابا تقريبا النيفو تري كيميل. دابا وتشوف الكلاسمون فيفا يقول الناس لا ما تشوفوش تشوف كلاسمون فيفا تبارك الله 5 وتا بسيكولوجيكمون فرق اخرين اي بسيكولوجيكمون غيتخلعوا يقولوا وصلوا واحد نيفو تبارك الله. زعما لا كونكليزيون اللي خرج من هذا الموديل ديال الكره وهذا الاكسبيريونس المغرب اللي كما قلنا واحد 20 هو غادي، هو ان المغرب يقدر يدير اي حاجه. زعما حنا اوني كومبيتون وفرنا غير لي مويان لي كونديسيون تكون عندنا واحد لا فولونتي اللي بصح سوليد، يعني قادرين نديروا اي حاجه. في هذا الظرف اللي 15 عام 20 عام وصلنا لشي حوايج. الناس حاولوا دي موديل، حاولوا مثلا لي جابوني، حاول لي شينوا تا مثلا باش الدوري ديالهم لا ليغ ناسيونال ديالهم تكون ديبونساو بزاف وما نجحوش. خصنا نكونوا زعما متفقين في هذه القضيه. ولكن حنا من 2008 مشينا في واحد البروسيس اللي كما قلنا بروغريسيف، وصلنا عند دي زاتو اللي ولا صعاب ماشي على بورتي دو تو الموند. هاد القضيه مهمه بزاف. فؤاد انت اطار تبارك الله مدرب تتشق الطريق ديالك،
هايتي مع المدرب ديالها خسروا 2 الماتشات. في نظرك واش هاد المباراة أمامنا غادي يدخلوا متحرين ما يكون عليهم لا ضغط لا والو غيلعبوا يكونوا مرتاحين ولا يكون عندهم لوبجيكتيف أنهم واخا يديروا معاك غير ماتش نول باش بو غاردي داك لونور ديالهم كيفاش تقرا هاد لي دو ديفيت واش غيتحرروا غيوليو ليبيري زعما بسيشيكمون يقدروا يعطيونا شي فيزاج واحد اخر شي نسخه اخرى ديال المنتخب هايتي ولا المورال ديالهم يكون هابط وغتسهل علينا المباراه؟ لا ما غيكونش المورال ديالو هابط. انا كنعرف واحد المدرب بحال قلت لكم لعب معايا في لافال عامين واتاكون ديال ايتي وعندهم لا فيغتي اول مره في ليستوار ديالهم يلعبوا كاس العالم وبوتيتر سي لا ديرنيير فوا ودابا غيلعب مع السانكيام مونديال. لا غيلعب ضد السانكيام مونديال لا موتيفاسيون غتكون كبيره بزاف. وعاوتاني كان دي زوتر سيناريو بحال قلتي غيلعبوا ضد السانكيام مونديال وغيكونوا ليبيري ما غيقول له اون بلو ريان ا بيرد غيعطيو كلشي في التيران وشي اللعابه اللي ما لعبوش غيدخلوا بغاو يكونوا موتيفي بزاف باش يوري المدرب تقريبا درتي فالطه معايا ما لعبتينيش بغا يوري المدرب زعما. وكان الجمهور ديالهم البوب ديالهم اول مره في كاس العالم ما تقدرش خسرتي 2 ماتشات شويه ديال الفيغتي ما يمكنش غيكون ماتش ما غيكونش ماتش سهل. في نفس السياق سمحتي لي نعطي سؤال اخر فؤاد واش ما تشوفش يقدر يكون شي شونجمون تاكتيك ديال السي وهبي مثلا حيت حنا باغيين نقلبوا على الكولافيراج واش ما نقدروش مثلا نلعبوا بمهاجمين كثار واش نقدروا نلعبوا ب 4-4-2 ولا غتبان لك بان غيحافظ على نفس النهج التكتيكي في هذه لا المباراه؟ يقدر يبقى نفس التكتيك. انا الاناليز ديالي وعلى حسب السيناريو ديال الماتش الا ماركيتي بكري 1-2-0 تقدر تزيدهم ولكن الا ما ماركيتيش 0-0 20 30 مينوت تقدر يبدل شي حاجه باش نحاولوا نماركيو بزاف د البيوت على حسب الكولافيراج حتى هو يكون مهم في هذا الجروب. الفلكسيبيليتي ديال وهبي نقدروا نشوفوا مثلا سيباري رحيمي اون بوينت ولا الكعبي ولا في نظرك ايوب؟ لا بصراحه عطى مؤشرات وهبي ملي جا عطى مؤشرات ديال المرونه التكتيكيه اللي قلنا لانه زعما قادر يفاري زعما بزاف ديال لي شيما بزاف ديال لي زانيماسيون بزاف ديال الحوايج. وهذه نقطه مهمه حيت المدرب بالنسبه لي الله اعلم انا يعني لابيليتي اللي كتكون عنده انه يقدر يتادابط مع لي زادفيرسير هذه هي اهم حاجه. يعني المدرب كيبقى ستاتيك كيبقى مآمن بالافكار ديالو 100% وكيبقى كلاسيكي تراديسيونيل. كنشوفوا دابا غوارديولا وتنازل على القناعات ديالو ولا حتى هو كيلعب واحد الناف كلاسيك وإلا شفنا في البارسا نقولوا لا غوارديولا عمرو يوصل لهذه المرحله فاش كان كيدير ميسي فوناف وداك الشيء. يعني المدرب يعني اللي كيتطور واللي كيحقق نتائج هو اللي قادر انه يتادابطا وقادر كتكون عنده هاد لا فليكسيبيليتي هذه بزاف باش نقول لا فليكسيبيليتي انه تكون عنده تكتيك انه كذلك تكنيك مثلا يحط لي البوزيسيون ديال اللعابه بواحد الطريقه اللي فيها لا مركزيه فيها موبيليتي. وهذا هو السر زعما. انا كنعتقد ان وهبي مع الستاف اللي عنده حيت خصنا نركزوا على واحد القضيه مهمه ان لافونتاج اللي عندنا في هذا الوقت ان ستاف تكنيك تيفوليا بزاف الصراحه. فاش كنشوف لي زاناليست فيديو لي زاناليست ديال البيرفورمانس 3 ولا 4 ديال نقدر نذكر سميات اسماعيل الطوسي كذا او ايمن مكرود. فاش كنشوف موسى حبشي يعني فاش كتشوف هاد الخدمه بزاف هاد لي زافور في لي كوليس يعني كان ساكرامنتو كذلك. ساكرامنتو واحد المدرب اللي يوسف حجي يعني كنشوف واحد ستاف اللي عنده كاع لي ديتاي يعني كيركز على كاع لي ديتاي ما كيخليش شي حاجه للصدفه. وبلاش ان حنا كنهضروا بزاف في هذه القضيه وفي هذا بزاف د الحوايج ولكن هو عنده كي اونتيسيبي هذا الستاف كي اونتيسيبي كيحلل بزاف لي سيناريو بحال هكا. ايوب فؤاد هاد لي ستاتيستيكس بارك الله وهاد لا ريشاس اللي كاينه في ستاف تكنيك ديال المنتخب الوطني تعطيني نعطي سؤال مباشر. يمكن الى عندك ستاتيستيكا ايوب يمكن عندنا بطاقه صفراء واحده ديال ديوب واش تتوقع ان ديوب يقدر يرتاح هذه المباراه لان عنده بطاقه على امل انه يكون في المباراه المقبله ديال الدور الثاني ولا غيلعب بنفس لا شارنيير سونترال؟ انا بالنسبه لي غيلعب بنفس لا شارنيير سونترال. يمكن لا صفر اخرى يقدر يغيب على المباراه ديال البروشان تور. ولكن عاوتاني كتفكر هكا بسيكولوجيكمون غتكون اصعب حاجه هي تريسكي في واحد بوزيسيون اللي شويه سونسيبل. لا لاسيس ديفونسيف هي فوالا يعني مهم كتمشيو نتوما مع لا كونتينيتي تاع الشارنيير سونترال ديالك تكون كومبليمونتاريتي اصلا هما اول مره لعبوا انصامبل شادي دابا 3 شد الفرقه دابا شي ميم با 3 موا وهبي صح وعاد لقى الشارنيير سونترال
انا بالنسبه ليا خصك مازال تكون عندكم واخا ناخذ لو ريسك فؤاد. ناخذ ايوا لو ريسك ديال هو الكرة. كلشي. غنستغل التواجد ديالكم، غنخرجوا شويه على الموضوع غادي نرجعوا ليه من بعد. بحكم العلاقه ديالكم مع ايرفي غونار المدرب الفرنسي، بغيتكم انا والله الا تفاجات تحدثوا لي على هذا لو شوا انه جا في وسط لا كومبيتيسيون باش يدرب المنتخب التونسي الشقيق اللي نتمناو ليه حظ سعيد. شنو هي القراءه ديالكم لو شوا ديال ايرفي غونار في هذا التوقيت في وسط لا كومبيتيسيون؟ صراحه انا كان خدمت معاه 3 سنين. انا هضرت معاك حيت انت خدمتي معاه وفي المنتخب الوطني، وايوب رافيق كان عنده معاه علاقه خاصه وبزاف د الحوارات. لا كنت معاه 3 سنين تبارك الله. كان عندنا واحد ستاف تري كومبيتون و ان بون تاكتيسيان و ان منور دوم كيهضر مع الدراري عنده يتيغ تو الموند فيغ لو. انا كنت بزاف د المرات رومبلاسون معاه، ولكن ديما كنكون معاه مع اللعابه في الديسكور ديالو. و لو شوا ديالو صراحه ما سوربري او ديبار. كنت عارف لوم، لكن جيتي سوربري بار لو شوا. لكن ils ont dû réagir très rapidement على توانسا. ils ont viré leur entraîneur وسط كومبيتيسيون يجي هكا. هو كان مع منتخب السعودي، كان غير يلعب كاس العالم. ولو شوا ديال ايرفي غونار ماشي سي با بار هازار. عارفين عنده ليكسبيريونس ديال الكوب دي موند. لعب مع المغرب في la Coupe du Monde 2018, لعب مع السعوديه la dernière Coupe du Monde. لكن le choix ديالو صراحه je suis pas à sa place, je sais pas comment il a fait ce choix. انا يمكن عندي واحد لا ليكتور على هذا لو شوا كيفاش خدا ايرفي غونار. يمكن خدا سولو شوك حيت ديجا كان هو غادي مع كاليفيا السعوديه وداك الشيء. وكان كنذكر انه في الماتش الاول فاش كان كيتفرج في التلفازه كان حاس بواحد فهمتي واحد لي سونتيمون اللي في شكل اللي جاو صعاب. زعما ما قدرتش انه يديجيري كيفاش انه هو مشى كوب دي موند. ماشي كوب دي موند. دونك فاش جا هاد لوفر ديال لا تونيزي يمكن ما فكرتش بزاف. اعتقد ما فكرتش بزاف. ما فكرتش بزاف وبغى يبروفي زعما ماشي ريفنج، ولكن باش يرد الاعتبار راسو، باش يحاول يثبت انه كان كيستحق يمشي مع المنتخب السعودي. اكثر العلاقه اللي كانت عنده مع المنتخب السعودي المسؤولين ديالو انه كانوا عنده دي غارونتي انه غادي يمشي. فاش جا رومبلاسا مانشيني وكان ليكيب ديال السعوديه في واحد ليطال اللي ماشي لهيه، وحاول هو يقدر يتيريها فيغ لو. كانوا عنده دي غارونتي. وكان موراها فاش لقى راسو انه اور كوب دي موند جا واحد لي سونساسيون اللي صعب شويه. انا كنشوف ايرفي غونار المنتخب التونسي محتاج ليه بزاف، حيت علاش السبيتش ديالو يمكن كان كيما يعني ديسكور ديالو لي اكسبيريونس ريلاسيونيل يمكن فؤاد مازال صعاب فؤاد. ديكليك دابا لا سوليسيون هي الديكليك. نقول لك اسمح لي اخويا ايوب، نقول لك صراحه يكون بحال قال الاخ ايوب ديكليك ملي كيجيب مدرب جديد ضروري لي جوار يكونوا كونسونطري يكون شي رياكسيون. بصح رياكسيون خصهم يديروا رياكسيون. الا ما داروش رياكسيون وانا فؤاد كتجيني انا مدرب اللي جا كنلقى واحد الفرقه اللي شويه اون ديفيكولتي الديكليك يكون عنده لي في دغيا. بيان سور الماتش دابخي ماشي باش ما عرفتش الا جبتيها نتفق معك، ولكن انت تشوف لي زادفيرسير اللي جايين جابون هولندا عرفنا جابون منتخبات كبار. تلعب على لاسبي مونطال، حيت مثلا الا كان سبيتش وحنا عارفين ايرفي كيفاش كيهضر مع اللعابه وكيفاش كيموتيفيهم، ما كيبقاش لا ديفيرونس بزاف في التيران. عبد الرحمن فاش كتكون داخل يعني مزيان. حنا كنقولوا تكنيكمون بصح تكنيكمون بزاف ديال كيلعبوا لي فاكتور بزاف. كاين الفاكتور اللي بسيشيك مهم بزاف يقدر يكري لا ديفيرونس. عرفتي علاش قلت لك؟ لان صاب غونار خدم معنا في المغرب وعندنا هذه واحد العلاقه خاصه، لان دوز واحد الباركور زوين. ولا كوب دي موند 2018 راه اللي فتحت لنا لا بورت ديال 2022 لان تما ولينا تاكلين في راسنا. لان اكيد وتا بزاف الاسماء اللي لعبوا مع ودراري كوب دي موند. لان حيت سمعت من الصحافه التونسيه بان الجروب في الفيستير في الوقت اللي لا فيدراسيون يفولي فيغي صابري لاموشي بزاف د اللعابه يزيتي كونتر وقالوا بان الا مشى صابري راموشي حتى هما يلفون كيتي لوتيل. ديك 8 لعابه هذا ايوب فؤاد هو عنده الخبر. خفت انه يكون واحد الانشقاق في المجموعه اللي يقدر ياثر وما يخليش. حنا نتمناو من حد موفق، ولكن تنهضروا على رونار وعلى علاقتنا مع المنتخب الوطني التونسي نتمناو ينجحوا ولو ان القرار صعيب في التوقيت. تلعب تو جو بور طون بي. دابا لي زيغو سون دي لوت كوتي اللي جا خصهم
يلعبوا ليبيرو بحال قال الاخ ايوب سيكولوجيكمون خصهم غير واحد ديكليك. حتى ليستوريك ديال رونالدو يمكن ما كانش عنده لي كونفلي بزاف في الباركور ديالو. لا غيلقاهم يمكن هذه اول مره غادي يدخل يلقى يمكن واحد ليكيب اللي ديشيغي شويه اللي فيها بزاف ديال كلون. وانا كنظن ان حتى البيرسوناليتي ديالو حتى ديك لابروش اللي عنده غتعاون انها تجمع مثلا فوالا، حيت ماشي داك المدرب اللي عنده لي كونفلي، ماشي داك المدرب الصدامي، ماشي داك المدرب اللي كلاسيكي بزاف خصو لا ديسيبلين هي الاولى كيحاول يساري بزاف. لا نورمال كتحس بيه اوفر، كيقدر يكون فليكسيبل كما قلنا، فهمتي كيحاول يلعب على الابروش مونطال عنده ولا فوالا. الابروش مونطال. لي تونيزيان تبارك الله تاكتيكمون يسون فور وعندهم شخصيه ديالهم، اكيد بان غنشوفوا ان شونجمون ما فيهاش نقاش. تقريبا في لي زيليميناتوار وكل شيء تبارك الله الكره زيرو كان اول منتخب يتاهل لكاس العالم. ودابا كاين السانشي. دو ديرني ماتش ماركاو عليهم 10 سي لا كونفيونس تاع هي لا كونفيونس. نتمنوا التوفيق لإيرفي رونار والمنتخب الوطني التونسي، ورجعوا للمنتخب ديالنا. فؤاد بغيت نعرف البرونوستيك التوقع ديالك ان شاء الله المباراه المقبله مع هايتي. هايتي النتيجة. قلت 2 ولا 3-0 الهلال. حنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انا نقول 3-0 ان شاء الله باذن الله. 3-0 انا تنقول 4-0 ان شاء الله، ان شاء حيت الله مهم داك الجول افيراج بالنسبه لي. بغيت نشوف الدرابو د المغرب هو الاول، ان شاء نتمنى الله. الدرابو د داكشي البرازيل ان شاء الله. سيستيكمون سامبوليك زعما او نيفو سامبوليك عندها واحد عندها كتصيفط واحد الميساج للفرق أكيد. الاخرين كنقول له لامباكت على الادفيرسير. او برازيل هما الثاني حنا الاول فوق البرازيل. نقول له انت تشوف العراق، هذا المنتخب البرازيلي 5 كؤوس العالم، وتشوف الحمد لله كما قلتوا بان لابارت العراق الحمد لله ولينا تاقين في راسنا وطموحات ديالنا مشروعه. الحديث كان معكم شيق، شكرا فؤاد بزاف على تقبل الدعوه ديالنا، بليزير ديالي. ومازال غتجي عندي البودكاست انا وياك ان شاء الله باش عاودنا ليكسبيريونس وتبارك الله كيفاش لا داكشي مزيان تبارك الله. ماستر في المانجمنت، ماستر تبارك الله ليكونومي الايكونومي تبارك الله مانجمنت تبارك سبورتيف. الله. فؤاد شكرا بزاف، صاحب جريدة العمق، من خلالك تنوجه التحيه لجريدة العمق والسي محمد الغروس، وجه التحيه ديالنا. مشاهدي بودكاست تعادل تنشكركم على حسن المتابعه في هذه الحلقات الخاصه بكاس العالم 2026 بالولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا، بشراكه مع سكودا على منصه صدى. تهلاو في راسكم، ميعادنا ان شاء الله المباراه المقبله مع منتخب هايتي. تبارك الله عليكم.